المطالب ديالنا الصحه، التعليم، ومطلب اخر هو الشغل. ماركين عليهم بيت. وتعلن تجاوبها مع هذه المطالب المجتمعية. الصحة كنطالبوا بالتعليم، وهاد لي جون هما اللي غادي يكونوا الركائز ديال الدولة مستقبلا. أهلا بكم مشاهدينا في كل مكان، مرحبا بكم جميعا إلى حلقة جديدة من برنامج جيل حوار. في هذه الإطلالة اليوم سنتحدث عن شباب مدينة أكادير، أحلامهم، طموحاتهم، وأيضا سنتحدث عن واقع المدينة كي كانت وكيف ولات، شنو هي التحديات اللي كتواجه مدينة أكادير على جميع المستويات، على مستوى الصحة، على مستوى التعليم، على مستوى البنية التحتية، فضاءات الترفيه وأشياء أخرى سنكتشفها في هذه الحلقة. اسمحوا لي أن أرحب بضيوفي الكرام اللي كلهم شباب حاضر معنا اليوم. معنا ممثل المجلس البلدي لأكادير سي زكريا أولاد، أهلا وسهلا بك. اهلا وسهلا، شكرا على الاستضافه. مرحبا بك. معنا أيضا سي محمد ناموس، فاعل مدني بأكادير، مرحبا سي محمد. شكرا وشكرا على الاستضافة في هذه الحلقة اللي هي 100% شباب. إن شاء الله هذا ما زمن الله. معنا أيضا أميمة اللي هي فاعلة جمعوية، مرحبا بك أميمة. شكرا، سعيدة بتواجدي معكم. ومعنا محمد اللي هو ايضا فاعل مدني بمدينه اكادير، سي محمد. اهلا وسهلا، وسعيد ايضا بالمشاركة في الحوار المفتوح بين الشباب ديال مدينة اكادير. اهلا وسهلا بكم. اذا نبدا النقاش بعد ان نتعرف على مدينه اكادير كيفاش كانت. حنا عارفين، ولكن كيفاش ولات ما عارفينش. هذا ما سنكتشفه في هذه الصور، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد في جيل حوار. في 4 من فبراير 2020 حل جلالة الملك بمدينة أكادير وأعطى انطلاقة البرنامج ديال التنمية الحضرية لأكادير 2020-2024 لظروف مرتبطة بكورونا. الوقت ما كانش يعني في 24 تزاد الوقت، لأنه كانت فترة ديال التوقف ديال هذا البرنامج هذا، وكانت مجموعة ديال الظروف اللي ما خلاش البرنامج يكون في الوقت اللي كان مسطر اللي هو 2024. احنا الآن في العام 2025. ماذا تحقق من هذا البرنامج؟ طموحات الشباب، تعليقات الشباب اللي حضر معنا على المطالب الشبابية اللي عرفتها مختلف المدن المغربية، وأيضا الشباب اللي خرجوا كيطالبوا بالصحة وكيطالبوا بالتعليم، كيطالبوا أيضا بالشغل. وهي مطالب مشروعة والكل يؤمن بها والكل يعمل في المغرب من أجل أنه هذه المطالب يعني تكون في مستوى طموحات ديال المغاربة كاملين، لا شباب ولا شياب، لا نساء ولا رجال. بداية بغيت نعرف الشباب رأيهم في هاد الأشكال التعبيرية الشبابية كيفاش كيشوفوها. نبدا مع السي محمد ناموس. سي محمد ناموس، كيف عشتي هذه الأيام هذه كاملة قبل الخطاب الملكي وبعد الخطاب الملكي، المطالب ديال الشباب اللي خرجوا
كنهضروا على الشباب في اطار السلميه، الاحداث الاخرى ضد الحال خدات المسار ديالها والاحكام تعطات واللي دار شي ذنب يستاهل العقوق. شكرا السي أديب على هذه الاستضافة وعلى فتح المجال والفضاء للتواصل، التواصل مفتوح وشفاف أكيد. أكيد المغرب عاش تجربة وعاش خروج ديال مجموعة من الشباب للمطالبة بحقوق اللي هي حق في الصحة، في التعليم، في الشغل. والمغرب ماشي اليوم أول مرة اللي غادي نعيشوا خروج للشارع، الحمد لله بالحنكة بالقيادة الرشيدة ديال صاحب الجلالة الحمد لله. دوزنا أزمات عبر التاريخ، دوزنا 2011 أيضا حركة 20 فبراير. اليوم شباب أيضا خرجوا باش يطالبوا بحقوق مشروعة في إطار السلمية، لكن تكون غير مشروعة عندما تتجاوز حدود السلمية لما شاهدناه من عنف وتخريب لممتلكات عامة وممتلكات خاصة. فهذا لا يمكن لنا كشباب أن نشجعه وإلا أن نستنكره، ونقول بأن أي مطلب من المطالب يمكن أن يصل للجهات المسؤولة ويمكن أن يتحقق في إطار سلمية، في إطار المؤسسات، في إطار حلقة من مثل هذه الحلقات التواصلية. نعم. أميمة، كيفاش شي احتجاجات ما يسمى بجيل زد؟ هو صراحة حراك شبابي بمطالب اجتماعية مشروعة ما مرتبطاش بالشباب بوحده، بل مرتبطة بالمغرب، بالمغاربة جميعا، بجميع الفئات العمرية، نساء رجالا أطفالا وشيوخا. هذه الاحتجاجات هذه كانت الغاية منها أولا هو الفتح، ثانيا إثارة نقاش حول جميع المطالب اللي مرتبطة بالخدمات الاجتماعية كالصحة، التعليم، محاربة الفساد، وأيضا توفير فرص الشغل. هذه الإشكالات اللي كنتسائلوا عليها جميعا كفاعلين سياسيين اجتماعيين اقتصاديين ومؤسساتيين لإيجاد حلول لهذه المعضلات، ولكن بمنطق مبني على حقوق الإنسان. طيب، يعني انت مع هذه الاحتجاجات ما دامت في حدود السلبيه وفي حدود المطالب يعني اللي كلنا المغاربه باغينها، الصحه والتعليم، تكافؤ الفرص، يعني محاربه الفساد. effectivement. نعم. طيب، السي محمد مرابو، انت ايضا فاعل مدني في مدينه اكادير، كيفاش عشتي هذه الاشكال التعبيريه وهذه الاحتجاجات ديال شبابنا؟ وكعشتو كما عاشوا تقريبا أغلب المواطنين المغاربة. كان عموما كان النوع الاحتجاج كان متوقع، لأنه كاين واحد الصيدلة ديال الاحتجاجات تقريبا على منذ 2011، وكل عام عامين كنشهدوا بلادنا كتشهد احتجاجات اللي في العموم كتكون سلمية. المطالب ديال انما ربما هاد الاحتجاجات اللي كانت كتسنى واحد الطفره اللي كتوقع، ومع الاسف كانت في مستشفى الحسن الثاني الوفاه ديال ديك ذكور الداع، ربما هو اللي اجج الصراع باش دغيا تفاقم الاحداث وتسارع. اكيد الشباب ديال المغرب ربما هي صرخه، ممكن نعتبرها هي صرخه انه، ولكن كان محدده في المطالب الاجتماعيه، هي الصحه، هي التعليم، هي التشغيل. اكيد الامور اللي ديال العنف اكيد الجميع نبذها، بما فيها ما يسمى جيل زيد، هما كانوا ضد كل ما يمس بهذا الامن اللي كنعيشوه. اللي هو اساسي هو ان الحوار ينفتح على الشباب فيما يخص دور الشباب، ان الجميع خصو يكون الدور ديالو من اجل تطوير الشباب باش يكون عندهم دور في النهضه اللي كتعرفها بلادنا. نعم. طيب، سي زكريا، الا بغينا نهضروا على الاحتجاجات قبل الخطاب الملكي وبعد الخطاب الملكي، كيفاش كتشوفها انت اولا كشاب كابن المدينه ديال اكادير، كيفاش كتشوفها ايضا كمنتخب في المجلس الذي يسير الشأن المحلي في هذه المدينه؟ شكرا. الاحتجاجات السلميه هي جزء من اللعبه الديمقراطيه. فاش كنشوفوا شي بلاد اللي فيها الشباب كيوليو كيحتجوا وكيخرجوا للشارع وكيحتجوا بطريقه سلميه وبطريقه اللي كتثبت زعما على واحد الوعي اللي هو كبير، هذا سي زعما ان سامبتوم ديال واحد البلاد اللي غاديه مزيان، غاديه في طريق مزيان. الناس ديالها، الشباب ديالها اللي غيكونوا هما الناس الكبار ديال غدا، عارفين بلادهم كيفاش بغاوها تكون الى اخره. انا كنظن خصنا نفرقوا تماما بين الاحتجاجات السلميه اللي كانت في الشارع وبين اعمال الشغب اللي بصراحه ما عندها حتى شي علاقه مع دوك الاحتجاجات. راه جوج ديال الحوايج ما خصناش نخلطوهم. ما خصناش نقولوا كاين واحد جان زاد اللي احتج بسلميه وواحد اخر اللي احتج بطريقه غير سلميه. كاين واحد جان زاد واعي، عارف شنو بغى، خرج للشارع كيطالب بالحقوق ديالو، الحقوق اللي كيضمنها ليه الدستور، واللي ما راضيش على الوقت اللي تعطل باش يوصلوا هذه الحقوق. كاين واحد الفئه اخرى
ديال واحد الشباب اللي عامه ما كيخدمش، ما كيقراش، ما عندوش تكوين، الظروف الاجتماعيه ما سمحتش ليه باش يقدر يوصل لواحد المرتبه اللي كان خصو يكون فيها، والطريقه ديال التعبير الوحيده اللي كيعرف هي العنف، وخرج وعنفنا. هاد الشباب هادو ضحايا، ولكن خصهم يتعاقبوا. اي واحد دار شي حاجه ماشي كتخرق القانون خصو يتعاقب، هذا راه يعني في حد ذاته راه داخل في محاربه الفساد. ولكن بغيت كمان نقول بلا راه هاد الشباب اللي داروا هاد الشيء حتى هما راه ضحايا ديال واحد التراكم ديال عقود وعقود اللي وصلنا لهاد الحاله هادي، اللي عندنا ولادنا وبناتنا اللي كيخرجوا للشارع وما كيعرفوش، وخاصه ولادنا. ونهضروا هنا على الباترياركا وعلى الرجوليه في المجتمع حتى هي كيفاش بعض المرات كتعوج شي مسائل اللي جعلتهم كيعرفوا يعبروا غير بالعنف. اذا حتى هنا هادشي كيثير لنا الانتباه ديال كيفاش نقدروا نتداركوا هذا الامر هذا. وداير كنبروفيتي باش نترحم على الارواح ديال دوك الثلاثه ديال الشباب اللي ماتوا حتى هما راه ضحايا، كيف ما كان مغربي راه كيبقى مغربي، راه حتى هو ولد بلادنا. اذا عامه كيفاش نتجاوبوا مع الشباب السلمي اللي هبط للشارع كيطلب الحقوق اللي هي مضمونه ليه من عند الدستور، وثانيا كيفاش نتداركوا هذا الشباب هذا اللي عنده وسيله التعبير اللي كيعرفها هي العنف. خاصه انا مقبلين على يعني مباريات ديال لاكان ديال كاس العالم، حجوج كبار اللي كيكونوا في هاد لي تيران هادو، ما خصنا نردوا البال لهاد المسائل هادي. كان الخطاب الملكي جا في هذه الظرفيه هذه رغم انه موجه للبرلمان في افتتاح السنه التشريعيه، ولكن واش حسيتوا انتم كشباب بانه جلاله الملك اعطى اشارات فيما يخص الشباب، فيما يخص المطالب ديال الشباب أميمة؟ effectivement كنلقى باللي الخطاب جا في الوقيته ديالو، غير هو كما قلتي il a été plus adressé للبرلمان كوم كوا راه الملك يتعامل مع الناس والوزراء اللي حنا صوتنا عليهم بيدينا. دونك انا صراحه هذه هي الفكره اللي نعم، يعني خطاب موجه للمؤسسات يعني. effectivement. طيب سي محمد. هو الملك طبق حرفيا يعني القوانين ديال الدستور. هو ربما في واحد الجزء كما شفتوا انا هو حمل واحد النوع ديال البرلمانيين ولا السياسي ولا الاحزاب السياسيه مسؤوليه انه خصهم يديروا الدور ديالهم فيما يخص تاطير الشباب. مثلا انا الحي مثلا فاش كنت بنسرقاو، فبعد الانتخابات ما بقاش عندنا حتى شي مقر ديال شي حزب مثلا ممكن يأطر الشباب تما، يأطر النساء، ونورمالمون هذا هو الدور ديال الاحزاب. نعم. سي ناموس. أكيد أنا الخطاب ديال صاحب الجلالة كان واضح، خطابًا واضح. هو تكملة للخطابات السابقة، وخطاب أن المغرب لا يجب أن يسير بسرعتين. وهو وجه الكلام أيضًا للمسؤولين والحكومة والوزراء عندما يعني يقول بأننا يجب أن نسير بنفس السرعة التي تمشي بها المشاريع الوطنية اليوم، اللي هي من ملاعب رياضية ومن هذه المنشآت التي نفتخر بها اليوم في المغرب. ولكن أيضًا هو وجه بصريح العبارة، قال يجب أن نسير بنفس السرعة في الصحة والتعليم والتشغيل. وجلالة الملك يعني يقوم ويعني بواحد المجهود كبير في تسديد الحكومة والبرلمان إلى القيام بأدوارهم التشريعية وتنزيل يعني الالتزامات ديالهم الحكومية. فكانت هذه سنة انتخابية. جلالة الملك كان واضحًا عندما قال يجب أن نحافظ على واحد الركيزة وواحد الثابت من الثوابت الدستورية اللي هي الخيار الديمقراطي. فهنا رسالتنا واضحة للشباب، خاصنا نمشيو نشاركوا. هذه سنة تفعيل الآية القرآنية: فمن يعمل منكم مثقال ذرة مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. زكريا، تمسيت الخطاب إشارات موجهة فيما يخص المطالب ديال الشباب. الدولة المغربية ماشي دولة سهلة القراءة، داك الشيء علاش بزاف د المرات الأجانب ما كيفهموهاش، كيحاولوا يحللوا شنو واقع في المغرب. كتكون عندهم دائما القراءة اللي هي واحد الشيء معوجة، صعيب تفهم المغرب ديالنا كيفاش كيخدم. صاحب الجلالة عنده واحد الدور، أولا كيمثل المؤسسة الملكية، كيمثل الدولة المغربية في العرق ديالها، في الجذور ديالها، في هذه القرون اللي عاشتها الدولة المغربية. يعني الكلام ديالو كيكون دائما موزون وكيخدم على المدى المتوسط والطويل، ما يمكنش يتفاعل بطريقه تلقائيه مع اي حاجه كتوقع في المجتمع. وكيشجع اننا نحترموا اللعبه الديمقراطيه والدستور ديال 2011 اللي الشباب في 2011 جوستومون وحتى هما كنوهوا بالخدمه ديالهم ترافعوا عليه، وجا هذا الدستور الجديد اللي زاد رخص الدوله الديمقراطيه ولا اللعبه الديمقراطيه ولا رجوع فيها. اذا الشباب اليوم فاش كيخرج للشارع كيقول بغيت، صاحب الجلاله في الحوار ديالو ولا في الخطاب ديالو اول حاجه اللي قال هي انه اثنى على البرلمانيين. يعني الناس راه خدامين، احنا راه غاديين في الوحده الترابيه، الصحراء راه غاديين الناس وكيعترفوا بها، كاين واحد العمل جاد اللي هو دار.
ولكن مازال كاينه خدمه اللي خصها دار. اشنا هو الخطاب اللي كيوجه هنايا للشباب الا قدروا يفهموه ويقراوه؟ هو اننا اي حاجه درناها راه غنديروها في النطاق ديال الدستور، ما غاديش نديروها خارج نطاق ديال الدستور. ماشي وقت ما شي واحد قلقاتو شي حاجه صاحب الجلاله غادي يجي وغادي يحيد الحكومه، ما يمكنش. خصنا نتفاعلوا في اطار الدستور ونخرطوا في الاحزاب السياسيه وندخلوا لقبه البرلمان ونشوفوا العمل الاجتماعي والجمعوي وكيفاش نقدروا نترافعوا، والعمل الصحفي وكذلك، وكل واحد يزيد من جهته باش البلاد تزيد للقدام. يتجاوب مع هذه المسألة. هنا كنهضروا على دوله مؤسسات، يعني كنهضروا على انه الشباب الا بغى يكون جزء من الحل كيخصو ينخرط في الاحزاب السياسيه ويشتغل ويترشح حتى هو يكون في المسؤوليه باش يمكن يغير. طيب نمشيو لهاد المطالب اللي هضروا عليها الشباب ديال هاد التعبيرات الشبابيه. بداو هما بمجموعه من المطالب على اساس الصحه، وهنا غادي نمشي للصحه في مدينه اكادير، وغنبدا بكم كاملين. تفضلوا اللي بغى يتفضل تفضل. ماذا ان المشكل انطلق شرارته من مستشفى الحسن الثاني في اكادير. نبدا معك سي محمد، الصحه باكادير اش اخبارها؟ عموما الصحافه كدير فكما كنشوفوا هو كاين واحد النوع ديال التطور. اكيد ممكنش ننفيو هذا الشيء. فين التطور؟ فين وري لي. مقارنه اشنو هو التطور هو من ناحيه الارقام للرقم. لا كون كان تطور غيخرجوا هاد الناس يديروا هاد الحالات. نكمل الفكره ديالي. هو كاين عموما كاين واحد النوع ديال التطور فيما يخص الارقام. كلما كنسمعوا كيجي وزير كيجي حكومه ضعفنا الميزانيه ديال الصحه ضعفنا، ولكن شنو هو المشكل ديالنا دابا حنا هو في الملموس. باقي الاوضاع كما هي الا ما قلناش ربما تتطور. خير مثال هو الاوضاع اللي شهدنا دابا المستشفى الجهوي حسن الثاني. فعدد كبير ديال هذا ربما اللي طفى مؤخرا هما 9 ديال الرضع اللي توفوا ربما تسعة نساء حوامل اللي توفوا هما اللي طفى، بينما عدد كبير ديال المشاكل غير دابا حنا مثلا اللي كنسكنوا مثلا في اكادير بشكل تقريبا ما يشبه اليومي كنعيشوا مع حالات اجتماعيه. هذا حنا اللي قرب، فما بالك بالناس اللي كيجيو من القرى والبوادي والمشاكل ديالهم. هذا على مستوى المستشفى ديال الحسن الثاني الجهوي. تمام. على مستوى الاحياء واش كاين شي الأحياء حاجه عموما في الموضوعين صحيح يعني الحي مثلا اللي كنسكن فيه انا ربما في هاد السنتين ربما كان واحد تاهيل ديال مستوصف ديال المنطقه بن سرقاو. وعموما الخدمات اللي كيتأدوا فيه زعما خدمات يعني الاوليه. عموما الاوليه الله شي كونسلطاسيون شي حاجه خفيفه ظريفه، ولكن ربما هذا لا يصل الى ما يطمح له مثلا السكن ديال مسرقاو. عموما تقريبا كاين عندنا واحد 80,000 واحد في لاروديسمون 7 في مسرقاو، فربما حتى حنا كنستحقوا واحد مستوصف من المستوى 1 ولا 2 كيلو. طيب أميمة. الوغ دابا السؤال اللي كيتطرح في هذا الباب هذا هو كيفاش ولا امتى غنبقاو نحبسوا وما نبقاوش نهضروا على التردي في هذه الخدمات الصحيه. ملي كنقول الخدمات الصحيه تنهضر على الاشكالات ديال مرتبطه بالتجهيزات، غياب الموارد البشريه، غياب الادويه، طريقه استقبال و لو فيت دو غيدي لي باسيون، تفشي الرشوه. اليوم بغينا نرجعوا الثقه للشباب وما نتسناوش حتى يجي الوزير. عاد ديك الساعات كيجيو كاع لي سكانير، كيجيو الادويه، مجموعه ديال التحاليل اللي كانت كدار على برا ولات كدار هنايا في سبيطار الحسن الثاني. واش هاد الشيء ما كيتسالوش عليه الناس؟ لا، واش هاد الشيء ما كتسالش عليه الوزاره وما عارفاش اشنو واقع بالضبط في مدينه اكادير؟ وواش كيخصنا دائما حتى نحتاجوا ونستأنفوا لي ريزو سوسيو بالسلطه الرابعه بالاعلام؟ عاد ديك الساعات كنوصلوا للمطالب ديالنا. محمد ناموس، هاد الاسئله كلها خصو يجاوب عليها السي زكريا. غادي يجاوب على السي زكريا ان شاء الله. اكيد للاسف اكادير هي كانت انطلاقه شراره الاحتجاج في المغرب، وكان مستشفى الحسن الثاني هو ديك الشراره اللي وخصوصا الوفاه ديال 8 ديال النساء حوامل اللي بهذه المناسبه حنا كشباب هنا كنترحموا عليهم وكنعزيو الاسر ديالهم، لانهم هما ضحايا ديال واحد المنظومه اللي ماشي اليوم ولا البارح، لا كاينه جايبه واحد الباكاج وغاديه جايه توصلت اليوم. للاسف مستشفى الحسن الثاني في هذا الوضع لمده سنوات، هو نقول سنين، ولكن هذه السنوات الاخيره تفاقم الوضع. وكان كاين المسؤولين
كاين مدراء اقليميين، مدراء جهويين، مدير المستشفى. انا لا يعني ما عرفتش كيفاش ان وزير اليوم فاش كيجي نهار الزياره وكيقول لك فعلا الوضع كارثي، ويصرح بصريح العباره بان الوضع كارثي وبانه المستشفى. وانا كمهنه ديالي اشتغل داخل في المجال الصحي، في الميدان الصحي بمدينه اكادير، ونحن نعرف الظروف التي يمر بها المستشفى الحسن الثاني. الظروف ديال المستشفى الحسن الثاني ظروف غير مواتيه للاشتغال. كاين نقص خطير وكبير في الموارد البشريه، كاين ضعف ديال البنيه التحتيه. راه كنهضروا على المستشفى الحسن الثاني اللي هو 65 سنه لا ستركتور ديالو، كنهضروا على غياب كبير ديال الادويه، واللي كياكدها انه لما جا الوزير جات 8 مليون درهم، 8 المليون نقولوها بالحساب 800 مليون سنتيم ديال الادويه اللي دخلت للمستشفى وان سكانير. وعندنا اشكال كبير لان المستشفى الجهوي الحسن الثاني هو المستشفى الجهوي ديال جهه سوس ماسه، لكن هو راه كيستقبل جهه سوس ماسه، جهه قلمي مودنون، الداخله، العيون كيجيو، لان فيه مركز جامعي، مركز استشفائي جامعي. لو سي اش يو ديال اكادير راه كاين في وسط المستشفى الجهوي، وبقينا كنشتغلوا بنفس الميزانيه. كنا كنعطيو السي اش ار اللي هو المستشفى الجهوي مثلا مليار، فاش دخل المستشفى الجهوي بقات عنده مليار. يعني الناس كيولجوا بشكل كبير والميزانيه هي فبالتالي ضعف الموارد البشريه، غياب قوانين مؤطره حتى للاشتغال السي اديب. وهنا غادي نبغي نحيي الاطر الصحيه لانها تشتغل في ظروف قاسيه، راه ما عندهمش قانون يؤطر المهام ديالهم داخل المستشفى. نعطيك البناج اليوم اللي كاين توقيف ديال واحد العدد ديال الاطر الصحيه، هاد الاطر ما كتعرفش امتى كتبدا المهام ديالها وامتى كتسالي. وللاسف طالب من الحكومه وكاين اتفاق موقع منذ 2023 على اساس انه يخرجوا القوانين المؤطره للاشتغال، كاين والو. نعم. طيب سي زكريا، سمعتي بما فيه الكفايه، ربما اترك لك التعليق، وعندي اسئله في هذا الباب هذا، ولكن تسمع التعليق ديالك على هادشي اللي جا على لسان الشباب. والتعليق ديالي الاول، اولا بعدا وجهه النظر ديالي هو ان الحاله ديال الصحه في المغرب عامه وفي اكادير خاصه وفي الميدان العمومي كارثيه. وسي محمد فاش كيقول جا الوزير وقال الحاله كيقولها بعظمه لسانه الى اخره بلا راه الحاله كارثيه، واش بغيتي يقول بلا راه الحاله زوينه؟ وراه الحاله كارثيه. راه السيد، انا كنعرف السيد الوزير زعما انسان خلوق وطيب وكيشتغل بجديه. الا كانت الحاجه مزيانه غيقول مزيانه، كانت الحاجه خايبه غيقول خايبه، واللي ليها. الحاله ديال المستشفى الحسن الثاني لا ترضي اي واحد. انا من بين الشباب ديال مدينه اكادير، ماشي شاب بزاف حيت ولادي تبارك الله كبروا ديجا، ولكن حتى انا مازال نقولوا في واحد الفئه عمريه جينيراسيون اكس ولا ايغريك بلوتو واي، جين واي. كنسوق موتور، انا كنمشي للخدمه بالموتور، كنجي المهم كلشي كنديرو بالموتور. راه الا جمعتني شي طوموبيل راه غير الله يستر وصافي، راه غيديوك لذاك المستشفى، غادي تمشي للمستعجلات ما غادي تلقى والو. باش نكونوا واضحين، غنكاريكاتوري شويه، ربما ديك والو كثيره، ولكن هادشي هو الواقع اللي كيعيشوه المغاربه. الاهلي وصلك على السبيطار فعلا تراكمات ديال عقود وعقود وعقود، ولكن النتيجه الاخرى حيت المواطن اللي كيتصنت لينا واش غادي نبقى نهضر ليه على لا راه الجماعه راه برمجات 200 مليون ديال الدرهم المستشفى الحسن الثاني العام الفايت قبل ما توفوا هاد العيالات، والميزانيه تاع الصحه في المغرب راه تضاعفت اضعاف مضاعفه، والمستشفيات الجامعيه في جامع الى اخره الى اخره الى اخره. ولكن في اخر المطاف فاش كتمشي للمستشفى هادشي راه ما كتلقاهش، ماشي حيت ما كاينش، حيت كاين شي مشكل في شي بلاصه. فين هو هذا المشكل السي زكريا؟ هذا الخلل انا بغيت راه شي واحد يشرح لي بالضبط هذا الخلل. البرامج هي كاينه، الميزانيات كاينه، الفلوس كاينه، في كاين هذا المشكل اللي المغرب كله تيقلب عليه. بغينا نعرفوا منك انت كممكن السي زكريا واش المشكل في الناس عامه التصور البشري ولا فين؟ اولا فاش كيكون شي مشكل معقد كتلقى ديما عنده بزاف ديال الاسباب، ما غاديش تلقى واحد السبب. اللي كيقول لك المشكل هو الطبيب راه كيكذب عليك، اللي كيقول لك المشكل هو الدواء كيكذب عليك، اللي كيقول لك المشكل هو الوزير كيكذب عليك. غادي تلقاو المشكل هو السيكوريتي، حتى هو جزء من واحد الجمله. كيف هادشي كاين، هادشي كنعيشوه فوبيا هو الاول. هادشي كنعيشوه في الحمنه، فاش كنقول لك في الحمنه، انا راه الوالده ديالي توفات الله يرحمها في 2003 هنايا في اكادير، وهي كتولد بحال دوك العيالات،
وجاها النزيف وخصك تقلب على الدم. عباد الله، هاد اكادير، هاد سوس مسائل المغرب ما فيهش الدم. انا ولد طنجة، سير جيب ولد طنجة، هز الطوبيس كذا كذا، كلشي مستشفى حسن ثاني، عطيك السيده توفات مسكينه، ما قدر الله ما شاء فعل. يعني هادشي راه كنعيشوه في الحمله، ماشي بعيد، ماشي شي حاجه كنتصوروها في واحد العالم اخر. داكشي علاش كنهضر بشفافيه وبصراحه. نعاود نرجع للحوايج بلو براغماتيك. فاش مثلا في التسيير المالي كنهضروا على التجهيز وعلى التسيير، يعني على ليكيبمون، لانفستيسمون، وعلى الفونكسيونمون. المغرب حنايا التجهيز، الاستثمار، الحديد، الرمله، السيما كنعرفوا ليها. عندنا من بين احسن لي زوتوروت في الافريك، وكنعرف بلدان اوروبيه الاوتوروت ديالنا احسن منهم. عندنا التي جي في، عندنا التيرانات، عندنا ماشي ما خصهمش يكونوا كلهم مزيانين، ولكن هذا حجه بلا راه كنعرفوا نديروا هادشي. اشنو اللي مازال ما كنعرفوش نديروا مزيان؟ هو نسيرو، هو الحكامه، لا غوفرنانس. ها انت كتجيب السكانير كتخلصوا بواحد العدد ديال الملايين، كتحطو تماك، كدوز عليه 6 شهور كيخسر. راه عادي، راه اي اله كتخسر. يعني لو فات ان السكانير يخسر ماشي هو المشكل. المشكل هو اننا ما كنعرفوش نصيبوه. علاش؟ فاش كنبغيو نصيبوه عاد خصك، لا بلاتي راه خص دوز المارشي، لا امتى غادي يدوز المارشي؟ تسنى 6 شهور، تسنى 12 شهر. وهذا الشيء قيس على ذلك في كل شيء. دابا حنايا في الجامعه ديالنا كنديروا واحد مجموعه ديال الانجازات، المدينه كتبدل، احنا استثمرنا، راه مزيان، ولكن فاش كتخرب شي حاجه كتبقى مخربه. علاش؟ اون امون، يعني قبل ما فكرناش اننا مع الكونترا ديال البني نديروا الكونترا ديال التسيير، ديال المانتونونس، ديال الصيانه. راه الصيانه راه هي كلشي. وفي هذه المنظومه ديال الحكمه غادي تلقى الصيانه ديال الماتيريال، غادي تلقى العامل البشري كذلك. اولا المغرب عامه كنقولوا خصنا نضربوا العدد ديال الاطباء وديال لي كادر ديالنا ديال لا سونتي في 3 باش يلاه نوصلوا لذاك التريش هولد ديال لو ام اس، ديال المنظمه العالميه ديال الصحه. يعني مازال عندنا واحد الطريق طويله اللي خصنا نديروها هادشي باش نكونوا ماشي كنطيروا، باش نكونوا في شي حاجه اللي هي مقبوله. وكيفاش بغيتي تضرب في 3 عطي الطبيب شحال خصك الوقت باش تفورميه، والممرضه والكيني، وزيد وزيد وزيد. واش خصنا نمشيو نجيبوهم من بلدان اخرين؟ غير اسمح لي غير نوضح واحد شويه هاد النقيطات هادو. يعني هذه مسائل اللي كتشد الوقت، ولكن راه ما يمكنش نقولوا للناس غادي تسناو 10 سنين 15 عام باش يتقاد هذا الشيء. دونك خصنا نكونوا شويه واحد النوع ديال الابتكار، نشوفوا واش نتفاعلوا مع دول اخرين، واش نجيبوا اطباء. كانوا قبل المغرب فاش شد الاستقلال ديالو خدا دي كوبيرون في التعليم، جاب الناس من فلسطين، جاب الناس من الاردن، من مصر، من اوروبا، ما كيقريو راه تما وجدنا المغاربه اللي غادي ياخذوا. دونك حتى هنا خصنا واحد النوع ديال الابتكار في هذا انماط التسيير. وعندنا واخر حاجه باش ما نطولش بزاف، اللي بالنسبه لي انا مهمه بزاف، وفي الحقيقه راه هي الاصل ديال هذا الشيء اللي كيطلبوا به الشباب. الشباب كنقولوا كيطالبوا بالصحه وبالتعليم، هما في الحقيقه كيطالبوا بمحاربه الفساد. المشكل ديال بلادنا هو محاربه الفساد. وفاش كنقول الفساد راه ماشي هو الرشوه فقط، ماشي هو ان واحد كيدور مع الاخر باش، هذا نوع من الفساد، ولكن الفساد الاخطر هو فاش بنادم الضمير ديالو ما كيبقاش عنده باش يخدم، ما كيبقاش كيحترم الروح اللي عطاها لينا سيدي ربي، كيولي عنده بنادم مات ولا حيا ولا شي حاجه زايد نقص، لان حتى هو ولاف وكيقول واه ماشي انا اللي غادي نبدل هذه البلاد هذه. هادشي هو اللي كنلقاو في الصحه، هو اللي كان في التعليم. خصنا منظومه القيم ديالنا نعاودوا نخدموها ضروري. طيب اوكي، شكون عنده شي تعليق اخر؟ اديب غير كان ممكن باختصار ماشي كل الحوار عايزك عرف محاولات لان من بين الحلول اللي كيقترحوها مثلا التكوين ديال الاطباء او الرفع من الموارد البشريه، هذا ماشي هو المشكل الاساسي، لاننا في المغرب كنكونوا موارد بشريه ولكن كنخلصوا كنانفيستيو في الطبيب وفي الانفيرمي، ولكن نهار كيتخرج كيمشي لالمانيا. واليوم عندنا هجره كبيره ديال الاطباء والممرضين اللي خلاو لينا لي زوبيتو خاويين، المستشفيات الاقليميه، سير الانسكان، سير البيوغرا، ما كاينش اطباء. فين مشاو لكندا ومشاو لالمانيا. اليوم الدوله والحكومه مدعوه انها تراجع، لا تحفز هاد الناس، تحفزهم باش يديو العمل ديالهم باش ما يخرجش ليا لا كلينيك. لان واحد في لا كلينيك في اكادير كيمشي كيدير واحد لاكت ب 3000 و 5000 درهم اللاكت، ولكن في لوبيتال يلاه كيتخلص 15000 درهم مثلا 15000 درهم في الشهر. انا كنقول على الطبيب مثلا، وكنقولوا له لا راه خاصك تبقى الشهر كامل، وكاين تحفيزات عنده في جهه اخرى، كاين تحفيزات. فبالتالي اليوم الحكومه والجهات المسؤوله هي خاصها تفكر في حلول تحفز الموارد البشريه ديالها باش نخليو. ونقول لك راه اكادير كاين نماذج اليوم ديال بنيه تحتيه استشفائيه صحيه نموذجيه. اليوم كاينه لا كلينيك دو جور اللي فيها اخر ما كاين في الماتيريال، كاين المركز الجهوي للترويض الطبي، كاين المراكز الصحيه ديال الاوليه، المركز الصحي ديال الشباب كاينين. ولكن هادشي كله كيعاني مناش، ما كاينش دي كونطرا ديال لونتروتيان دو ماتيريال، كاين بزاف ديال النواقص. حنا اليوم كنقولوا للوزاره راه هادشي اللي درتي مزيان، ولكن دابا
اجيو نفكروا فيه كاملين مع الشباب ومع المسؤولين كيفاش نحافظوا عليه ونعززوه باش يبقى زوين. لا عليك فيما يخص المطرح الاخوان، هو لحسن الحظ ان الواقع ديال الصحه اللي حنا كاملين متفقين بانه كارثي، وفي كذلك كنبغي نقول انا باش كيتطور غير على مستوى الارقام وداك الشيء اللي اكدوا دابا سي زكريا، اكدوا دابا بانه الارقام، ولكن على المستوى الواقعي ما كاين حتى شي حاجه. ومن حسنات هذا الحراك دابا ولا الاحتجاجات هما انه مع خرجوا الناس الاحتجاجات الغد ليه جو جا الوزير الغد ليه كما قال الاستاذ ان تم ضخ التمويل فيما يخص الدواء فيما يخص سميتو، وهذا زعما كيعطي واحد الصوره سلبيه فيما يخص هادشي دابا كندويو فيه حنا بان الشباب خاص يدخل المؤسسات، خاص يدخل ديجا حنا في المستوى ديال الجهه عندنا تقريبا واحد 8 ديال البرلمانيين ولا اكثر، وزعما دوزو ما يكفي من الولايه هذه. فعلاش حنا غنتسناو في اخر المطاف الشباب تيخرج عاد سور بلاص سور بلاص يغياجي. ومن بين المقترحات اللي كنقترح في هذا الباب هذا هو ان المؤسسات الاستشفائيه واخا تكون عموميه نمشيو في النظام التنقيط. الا كان مثلا كيما بي سي المستشفى الا كان مزيان الاحترام كيشارج كلشي فيه ناضي هو ماشي ناقص ولا سميتو هو بيريك ساعه تبدل فيه المدير ولا يبدل فيه شي حاجه. صح أميمة. أنا صراحة عندي غير سؤال سي زكريا، حيت كاملين تنعرفوا باللي الساكنة ديال أكادير هادشي واصلة ل 3,020,431 نسمة من خلال إحصاء ديال العام للسكان والسكن 2024. كاملين تنعرفوا باللي هاد الرقم هذا لا يليق ب هاد الرقم ديال هاد الساكنة هادي لا يليق بمستشفى الحسن الثاني. السؤال ديالي، وهاد الساكنة هادي استبشرت بخبر انطلاق بناء مستشفى جامعي CHU منذ 2016 سي جو مو ترومب با، وبالتالي وصلنا ل10 سنين 10 سنين وما كاين حتى شي تصريح على امتى غادي تحل وفوقاش غادي يوليو الناس ils peuvent plutôt accéder CHU. وانا خايفه فريمون هذه الفكره اللي كتجيني على البال، كنخاف انني كشابه نصدقوا كنتقلوا وكنديو معنا المشاكل اللي عشناها في سبيطار الحسن الثاني كبنايه متهالكه الى بنايه عصريه وحديثه، ونصدقوا عاوتاني سي لا ميم هيستوار كيصير. يعني كل ميم سيستم، يعني Exact. لي ميم بروبليم اللي كاينين في الحسن الثاني نديو معنا السياج. وما مصير سبيطار الحسن الثاني ايضا. طيب سي زكريا. مرحبا. هو في الحقيقه تدخلات وجيهه وحنا راه كنصبوا تقريبا في نفس النهار اللي بغينا البلاد ديالنا تمثل. بعض المرات بصح كنكونوا شويه كاريكاتوريين كنقولوا ما كتلقى والو مع هذا، ولكن هادشي من الحقوق مناش جاي. نبداو بالنقطه ديال الهجره، وفعلا عندك المانيا كتقترح لك ماشي صالير، راه الطبيب اللي كيمشي لالمانيا راه ما كيمشيش على الصالير، باش نكونوا واضحين. الشاب اللي كيخرج من المغرب راه ما كيخرجش على الماندا ديالو، كيخرج على جوده الحياه. كيمشي لواحد البلاد اللي كيقدر يعبر فيها على نفسه، اللي كيقدر يبني واحد المستقبل اللي هو كيتصورو كيف ما كيلقاه ولا كيصحاب ليه كيف ما كيشوفوا في انستغرام ولا هذا. كيقدر يلقى واحد المدرسه عندها جوده عاليه، كيلقى مستشفى عنده جوده عاليه، ما كيخصوش يخلص على كاع هذا الشيء. كيقدر يبدي وجهه النظر ديالو، يدوز العطله فين ما بغى الى اخره الى اخره. يعني راه ماشي وزاره الصحه اللي غادي تفك هذا المشكل هذا. وداير هذا الشيء كيسمح لي باش نفتح واحد القوس وجيز غير باش نقول المشكل ديال الصحه الحل ديالو راه ماشي في وزاره الصحه فقط، راه في كل شيء. وبحال نفس الشيء بالنسبه لوزاره التعليم، بالنسبه للمشكل ديال التعليم، حيت هادو مشاكل اجتماعيه يعني عندهم علاقه بالمجتمع، يعني كيقيسوا بزاف ديال الحوايج. فعلا خص التحفيز افكتيفمون. راه الناس قبل زمان في الستينات وفي السبعينات وفي الثمانينات راه كانوا محفزين اكثر من اليوم. الطبيب في ديك الوقت في المستشفى العمومي راه كان كيعيش في البرجوازيه غير بالصالير ديالو، عنده اللوجمون دو فونكسيون، عنده واحد المرتبه اجتماعيه، عنده الصالير ديالو. الممرضين كانوا كيعيشوا حتى هما عندهم ابارتمون دو فونكسيون في بعض المستشفيات الى اخره. يعني فعلا فاش كنقارنوا الميزانيه اللي المغرب كيخسر على واحد المريض ديالو بالنسبه للميزانيه اللي كتخسر هاد الدول الاوروبيه مثلا، حنا ما نبقاوش نقارنوا راسنا مع الناس اللي صادقين ماشي مع اللي بحالنا، ولا باش ما نبقاوش نخبيو الشمس بالغربال. افكتيفمون كيبان لنا بلي راه خصنا نضربوا ربما في 10 باش بين 5 و10 الميزانيه اللي كنخسروا على المرضى ديالنا باش نطلعهم. كيفاش فين تمشي هذه الميزانيه؟ فعلا في لي زانديمنيتي ديال هاد الناس اللي خدامين. ماشي معقول سي نورمال ان في القطاع الخاص الطبيب يكون كيتوشي اكثر من القطاع العام، ولكن ماشي نورمال يكون كيتوشي 10 المرات اكثر. يكون واحد الفاكتور شويه مقبول ماشي مشكل، بحال بين فونكسيونير وبين النقطه ديال ما ناخذهمش في الاوردر، ولكن ديال المستشفى الجامعي. المستشفى الجامعي موجود
موجود، البنايه سالات، ليكيبمون كاين، كلشي كاين. اشنو خاص يتعطيو التعليمات باش يتعطى التدشين. ما اسمعوه هو ان هذا الشيء غادي يكون قبل لاكان، ولكن واش غادي يكون ولا ما غاديش يكون، هذا الشيء ماشي بين يدينا حنايا. المهم المستشفى راه موجود، هو فعلا انا واش غيحل المشاكل اللي كاينه في اكادير؟ هذا هو الشيء اللي بغيت نقول، هذا هو التخوف ديالي. لان راه هذا غير العمران، او العمران غادي نفتحوه، يعني البنايه غتفتح والمرضى غادي يدخلوا وغادي يلقاو اطباء حاجبهم شويه الحال، حيت الكونتكست شويه زويون شويه احسن. ولكن واش عندنا الموارد البشريه اللي غادي تقدر تضخ في هذا المستشفى باش تابسوربي كاع هذا الشيء اللي كاين؟ واش عندنا لي كونطرا ديال الصيانه؟ وهذا هذه راه اسئله اللي كتبقى مفتوحه واحد شويه. وعلاش الوزير الحالي يعني مغلوب من واحد الناحيه بالنسبه لهذه النقط هذه؟ راه ما يمكنش في 11 شهر تفك المشاكل ديال 30 عام و40 عام و50 عام، لا يمكن. خاص على الاقل واحد شويه ديال، وسورتو مسائل اللي عندها علاقه مع الموارد البشريه. راه من الصعب جدا انت تبغي تدخل ميزانيه ادميتون كاع. انا باش المهم من بعد نرجعوا للتعليم، ياك دوك نبقاو غير في الصحه، كنبغي نعطي واحد المثال ديال التعليم ولكن نبقاو في الصحه. نجيو للتعليم. ادميتون غادي ناخذ واحد الميزانيه غادي ندخلوها من اليوم كيف ما درنا في التعليم راه اللي ما طلع عليه والو في الصالير راه طلعت ليه يمكن 1900 درهم ولا شي. احنا غادي نديروا نفس الشيء في الصحه والناس غادي يوليو عندهم المنظر ديالهم مزيان وغادي يوليو الدواء. راه المشكل ما غاديش يكون بين عشيه وروحه، لان الضمير انا 11 شهر لا الضمير 11 شهر هو ما ربطوش تدبير الحكومه في 11 شهر ديال السنه. ولا انا كنهضر على الوزير، ما كنهضرش على الحكومه الوزاره حتى هي معاه ذكرت الوزيات وتدبير هذا القطاع لمده 4 سنوات. اليوم 4 سنين هذه عمر الحكومه، بقات لها سنه 4 سنين كي جاتك طويله. لا 4 سنين. شوف كاين تراكمات ايجابيه وكاين انا بغيت نسير دومين بوبليك، راه باوزي بوبليك باش دوزو راه خاصك 12 شهر. هذا اشكالات اللي خاص الحكومه منذ بدايه. هذه ماشي الحكومه اللي كتحل هذا الشيء. هذه النقطه ديال الحكومه وباغلبيتها في البرلمان هي اللي كتشرع، هي اللي كتدفع قوانين، هي اللي كتعطي باش تشرع في البرلمان. الزمن التشريعي زمن طويل. هاد التعقيدات ديال لي مارشي بوبليك ديال الصفقات العموميه عندها علاقه مع قانون الصفقات العموميه اللي هو صارم جدا في المغرب. علاش؟ خوفا من الفساد. تالمون خفنا عباد الله يشفروا، بقينا كنزيروا في ذاك القانون كنزيروا فيه. دابا الايادي ديال مثلا المجالس المنتخبه، المجالس المحليه وهذا مكبده. اي حاجه تبغي ديرها انت عندك في الموندا ديالك 5 سنين زائد عام ديال باش توجد الباك، وديك 5 سنين انت خصك عام عامين 3 سنين باش يخرج لك المارشي. انت غدير الانجاز امتى؟ دونك حتى هادشي راه بعض التناقضات اللي البرلمان كمؤسسه تشريعيه خصو يتحمل المسؤوليه ديالو. نبغى نخرج شويه من الضغط ديال الحسن الثاني ديال المستشفى، نمشي معكم للصحه على مستوى الاحياء اللي هو جزء من التعاقد ديال المجلس البلدي مع الساكنه ديال اكادير. كيفاش كتشوف الواقع ديال الصحه في الاحياء بعجاله لك الممكن؟ لان الواقع ديال الحسن الثاني دلنا الوقت. الواقع ديال الصحه في الاحياء يعني كاين على غطور ما كاينش. كاين تطور كما قلت لك في البنيه التحتيه اليوم اللي هي داخله في المشاريع ديال الحكومه. مستوصفات الصحيه ديال القرب بدات كتطور، ولكن كاين المراكز الصحيه اللي هي مغلقه لحد الان. كنتسالوا على يعني امتى غادي تحل مثلا المستوصف الصحي ديال القرب ديال حي الهدى اللي هو كبنايه جاهز من اكثر من سنه وكتنتظر. فبالتالي الساكنه هي كتنتظر لان كاين واحد الضغط على حي السلام، والناس كيديو لي بيبي ديالهم باش يديروا لي فاكسا وهذا، وكيكون واحد الازدحام. نعم. في علاقته بالصحه وعلاقته بالجماعه ايضا. للاسف ان عندنا انتشار واحد كبير ديال ظاهره الكلاب الضاله والقطط، وهذا ايضا يسبب مشاكل صحيه ديال الساكنه. حنا كتعرفوا بان المغرب يحارب يعني داء السعر اللي كاين في الكلاب وهذا، وبالتالي الجماعه دورها انها تحارب هذه الظواهر اللي تخلي الصحه ديال الانسان مزيانه. وميمه الصحه الكارتي ديالكم كي دايره؟ نهضر معاك بكل شفافيه ومسمع فيك. باش هنا جاني انا حدايا كلينيك انسولين وكلينيك ارغانا، دونك جو مي كوني با ترو. ما حداناش مستوصفات ابخي على ما اظن، ما حداناش مستوصفات عموميه. لا حداكم معناتها ما كتشكيو واقيلا تا لا هذا سينيال صافي ما تمشيش ليه. علاش ما كتمشيش؟ لانفراستركتور. وي لانفراستركتور. انا صراحه جو سوي تروماتيزي من واحد النهار مشيت للحسن الثاني وتنشوف ما كنعرفش لي تيرم اكزاكت، تنشوف المريض خارج وتضربوا به فريمون يلاه دار عمليه، وتنحس تنشوفوه تيبقى يتالم اشاك فوا بسبب لانفراستركتور حيتاش التروطوار ما بقاتش. دوكو تو تدي الحمد لله عندنا شويه باش نمشيو لا دابا اللي ما عندوش مسكين غادي يعيش هاد سي مالوغو، ولكن هادشي تسوقو. نو سي طيب.
سي محمد فين ساكن في اكادير السوري؟ انا في حي نسرقاو. بالسرقه. عموما في الحي صراحه حنا هضرنا على كاين واحد التاهيل ديال المستوصف الصحي، الا انه كما قلنا مع زعما الكثافه السكانيه اللي كاينه عندنا في نسرقاو لا يلبي الطموحات ديال الساكنه. وعندنا ايضا مشكل اخر اللي هو كلاب الضاله، وهو مشكل ديال هذا الجهه. كاين مشكل اخر عندنا اللي هو الامراض العقليه، واحد كبير ديال الحمقى الله يشافيهم كيجونا من مناطق اخرى خصوصا نسرقاو. كاين عرض الشانطي، كاين شارع العيون، كاين محطه كاين طرقيه كاين نعم. الطريقه الوطنيه. فمعاناه تقريبا يوميه، خصوصا حنا كفاعلين الجماعه كنشتغلوا مع السلطه وديما كنبوزطوهم وكنبوزطوا الناس ديال الجماعه. وهذا مشكل كبير صراحه اللي خاصو الحل. سي زكريا، كيف يدبر المجلس البلدي الصحه ديال اللي قاديري؟ المجلس البلدي مؤطر بالقانون 113/14 اللي كيعطي ليه يعني صلاحيات ذاتيه ولا مشتركه ولا منقوله. الصحه والتعليم راه ما طايحينش في الصلب ديال الصلاحيات ديال الجماعه الترابيه، ولكن كتقدر تدخل نوعا ما. بلا ما نكونوا في الترتيب عاوتاني، هضرتي على الاشخاص اللي في يعني عندهم خلل عقلي ولا محتاجين لشي وحدات اللي يقدروا يأطروهم من هذه الناحيه هذه. انا كنعقل في العام الاول ديالنا ديال هذا الموضوع هذا صوتنا على واحد المشروع كبير ديال واحد البنايه، واحد المركز جهوي اللي غادي يكون في، كنظن الا عقلت مزيان في تدارت، واللي كان خصو يجمع واحد العدد كبير ديال الناس، ولا يمكن كان فيه شي 7 د الاكثر الا مازال عاقل، يعني كبير. دابا كاين خلف السي اش يو. دابا اشنا هو المشكل؟ حنا نرجعوا عاوتاني للزمن التدبيري. انت راه سنيتي الاتفاقيه وبرمجتي البرمجه الماليه ودرتي كلشي، كتمشي كتلقى كاين مشكل في العقار. بلاتي العقار ديال الطرف الف، العقار ب ديال الطرف باء، لا هذا ما غاديش يدوز، تسنى خص مسطره التفويت كذاك، وهادشي كيدي واحد الوقت طويل. راه نفس الشيء وقع مع الكلاب الضاله عاوتاني. المشروع حتى هو من بين اول المشاريع اللي تسناو، من بين الاولانيين، وهذا راه داخل في المشروع الملكي، يعني راه عنده الثقل ديالو هذا. بقينا في الحيتيات عاوتاني ديال المسطره واحد شويه البيروقراطيه عطلتنا بزاف. وهاد الكلاب الضاله شنو كيديروا؟ كيتوالدوا. علاش؟ لان المغرب سنا اتفاقيات باش ما باقيش يقتل هاد الكلاب الضاله. وبين قوسين عاوتاني هنايا انا كنعرف هاد الدول الغربيه هادي فرضات علينا هادشي، ومزيان من الرفق بالحيوان، وهادشي راه في الدين ديالنا الرفق بالحيوان، ولكن امتى كيسالي هذا الرفق؟ الوقت فاش كيولي كيأثر ولا كيشكل اذى على الصحه ديال الناس. راه في بلجيكا جابوا الناس دي غاتون لافور، ما عرفت كيفاش كيقولوا بالعربيه، واحد الحيوان سنجاب كبير كيعيش في الغابه، جابوه من الولايات المتحده ومن كندا وطلقوه في الطبيعه، بدا كيتكاثر تما اكثر من القياس. بلجيكا خرجت واحد القانون، كاع القناصه عطات لهم مكحلات، قالت لهم اللي جاب كيدي مازال الفلوس، قتلوه جيبوه وجي تخلص. وحنايا هاد الكلاب هذه اللي كتشكل علينا خطر، ما كاين حتى شي طريقه باش في اوروبا راه كيديروا لوطانازي. الكلب كيشدوه عنده سيمانه ولا جوج، جا شي واحد داه، هو هذاك ما جاش داه لوطانازي. ما غاديش تقتلوه بوحشيه، الوحشيه لا، ولكن بالرفق يعني يشدوه وغادي دير ليه لانجيكسيون ديالو والله يرحمه. واش غادي دير؟ لان كيشكل علينا خطر. اليوم هذه المشاريع هذه هذا ديال الملجا ديال الكلاب الضاله راه مشروع غادي مزيان. راه الكلاب بدات كتنقص، ولكن راه من كوفيد لدابا عاوتاني يعني راه ماشي 6 شهور فاش غيتجمعوا هاد الكلاب باش نكونوا واضحين. راه عندك واحد لو ستوك كبير. واش كنديروا؟ راه ماشي القتل ديالهم، ماشي لوتانازي، راه كتشد كدير ليه الجلبه، وشي وحدين غيبقاو وشي وحدين غادي تعاود تلقاهم. يعني حتى هاد المنظومه راه واحد شويه ماشي افيكاس. هي اللي فيكاس علميا لحد الساعه. دابا هي اللي كتراعي جميع الجوانب، ولكن فاش غادي تستقبل لاكان راه غيكونوا مازال الكلاب الضاله. الا جاب الله عنا الزهر راه من هنايا لا كوب دي موند غادي يكون ان شاء الله. نمشيو للمحور الموالي سمحتوا لي، نمشيو للتعليم. التعليم بطبيعه الحال ايضا من المطالب ديال الشباب اللي خرجوا تيهضروا على التعليم، كيهضروا على التعليم كامل ماشي على تعليم معين. ولكن ربما الحل ديال التعليم ربما هو، او الواقع ديال التعليم من صح التعبير، هو لا يتشابه الى حد ما مع هذو ديال اواش كبيره ورثتهم حكومات على حكومات، تراكم المشاكل مشكل على مشكل. واش كتشوفوا؟ انا نبدا معكم من الحل، اما التشخيص حنا عارفين، الواقع حنا عارفين، نبدا معكم من الحل. واش كتشوفوا بانه في القطاع ديال التعليم المغرب بدا تيحط الخطوات الاولى في الترسيخ النموذج تعليمي ناجح؟ انا نقول لكم علاش. دابا صحابوني تنطبل شي واحد، انا غنقول لكم علاش. اخر دراسه دارت ديال واحد المركز ديال جوده التعليم في افريقيا
صنفات المغرب على أنه الدولة الثانية من حيث جودة التعليم على مستوى القارة ديال إفريقيا كاملة. حنا عندنا واحد الشغف كبير ما كنثيقوش بعضياتنا، ولكن ما كاينش تقرير على برا كنثيقوا به. هذا تقرير دولي كيوضع المغرب. نتوما كشباب انا كنسولكم يعني اكيد انه اللي ما تيقراش عنده خوتو تيقراو، عنده خوات تيقراو، عنده ولاد اختو، عنده الناس في الحومه. واش كتشوفوا بانه التعليم حاليا بدينا تنديروا الخطوات الاولى في الاتجاه الصحيح بعد هاد التراكمات كامله اللي عاشها المغرب من الاستقلال الى اليوم؟ نبدا معك سي محمد. هو عموما مازال ما عندنا يمكن الصلاحيه ولا امكانيه باش نحكموا واحد حكم قيمه على واش المغرب زعما في وضع طريق وضع اللبنه الاساسيه في هذا المشروع. دابا يلاه تقريبا بدا المشروع ديال المدرسه الرياضه، مازال ما قدرناش نحكموا عليهم. حتى فيما يخص هذه الدراسه اللي قلت لي دابا ممكنش حنا عاطين نقارنوا راسنا بالدول الافريقيه كما علاش؟ الاستاذ هو اللي هو مزيان حسب لا راه كاين دول كنقاد هاد الدراسه على رغم افريقيا ما خصنا نزبدوا هاد الصغور على افريقيا. كنقولوا دول افريقيه راه كاين دول افريقيا اللي الناتج ديالها راه احسن من الدول الاوروبيه، وهذا مزيان يعني. الدراسه قيدها هو لي فاكتور ربما واخدين بزاف ديال لي فاكتور باش يحكموا عليها. ربما حيت المغرب مؤخرا كاين هذا النهضه ديال بعد الاحتجاجات ديال الاطر التربويه تزاد اليوم في لي صالير. ربما هذا الفاكتور هو اللي خلى المغرب واقيلا يطلع على المقارنه مع الدول اللي شمال افريقيا كلهم. الصالير ديال رجل التعليم المغربي هو المرتفع ربما في شمال افريقيا. وكما قلت مازال ما نقدروا نحكموا، وخصوصا عاوتاني هاد الشباب نرجعوا عاوتاني للاحتجاجات وهاد الشباب. فعدد كبير منهم راه عاشوا تقريبا كاع البرامج ديال الحكومات هاد 20 عام. عاشوا الميثاق الوطني، عاشوا البرامج الاستعجالي، شفنا وهي استراتيجيه مؤسسه الرياضه قانون الاطار. وفي اخر مره هادشي كلشي مازال ما خرجنا باقي كنديروا في واحد الحلقه مفرغه. ولكن حنا املنا كبير بان انا ملي كنقول وزاره التعليم كنقصد بها يعني الاستاذ، الوضعيه ديالو، المناهج الدراسيه، المؤسسات التعليميه كبنايات، يعني كان مجموعه ديال المؤشرات ما فيهاش غير مؤشر واحد ديال. صحيح املنا كبير ان المغرب يمشي زعما يخطو خطوات مزيانه في هذا الاطار. وما نبازيوش فقط على نزيدوا لي صالير ديال الاساتذه، هذا فاكتور ماشي هو الوحيد. كاين ايضا الانشطه الموازيه ديال التلاميذ في المدارس، كاين الادوار ديال جمعيات الاباء في المدارس، كاين المحيط ديال المدرسه. التعليم ايضا داخل فيه بزاف ديال لي فاكتور. وكما قلت مازال عندنا الآلية باش نحكموا على واش المغرب غادي في السكه الصحيحه. طيب انا نعطي غير الدراسه باش نكون يعني دقيق فيها، سمحتوا لي نكمل معكم. أظهرت بيانات التصنيف العالمي للتعليم World Population Reward أن المغرب احتل المرتبة الثانية على الصعيد الإفريقي والخامسة والخمسين عالميا في جودة التعليم لعام 2025. ويأتي هذا التصنيف الذي أوردته مجلة African Expert في سياق استمرار تفوق دول شمال إفريقيا في الحفاظ على صدارتها في المشهد التعليمي داخل القارة، حيث أكدت أن كل من مصر والمغرب وتونس قدرتها التنافسية على الساحة العالمية. هذه يعني الخبر باش اللي كيقلب عليه يعني نكون واضح مع الناس، يمشيو تكون مصادر، ويمكنكم انكم ديروا غير بحث بسيط غتلقاوه في كل المواقع. أميمة. انا صراحه فيما يخص قطاع التعليم داكشي اللي كنقول باللي داكشي اللي قلنا في قطاع الصحه ينطبق على قطاع التعليم. وقطاع التعليم اكثر حيت هو اللي كنتسناوه انه يبني لنا اجيال الغد. لكن اليوم الواقع مر، وكان موضوع نقاش كل الفاعلين ومكونات المجتمع والنقابات. انا بصراحه هنا غنتكلم على بعض الاشكالات اللي كتخليني كشابه امام جوج الامور: اما اراده سياسيه ونغيروا بها هذا الواقع التعليمي، او لا غادي يبقى الواقع كما هو ونبداو نشخصوا الامور كل مره. سي محمد. احنا مكلاسين ثانيين في افريقيا، ولكن مكلاسين 154 في العالم من اصل 195 دوله. هذا مؤسف زعما كمغرب اللي فيه هذا التطور اننا نكونوا في التعليم مكلاسين 154 من اصل 195. ومؤسف اننا نسمعوا على لسان السيد نزار بركة اللي هو وزير الحكومه ان في 2025 عندنا 5000 مؤسسه تعليميه ما فيهاش الماء. كيفاش مرافق الصحيه؟ كيفاش هذا الوليد هذا مسكين جاي يقرا غير الا بغى يقضي حاجته ما عندوش فين غادي يمشي.
ما عندوش فين يمشي. البنيات التحتية مهترئة خصوصًا في العالم القروي اللي كيشجّع على الهدر المدرسي. أيضًا اليوم مؤسسات الرياضة رغم أنها مشروع حكومي وهذا تعيش اختلالات وتعيش مشاكل. أساتذة ديال مؤسسات الرياضة راهم خارجين كيحتجوا، الناس ما تأدبطاتش. فاليوم راه حنا عندنا مشكل ديال الحكامة، نرجعوا ليها الgouvernance. راه مازال ما عندناش ناس، كل واحد كيجي يبغي يبدل ويبغي يغيّر 100% بطريقة جديدة. زائد أننا عندنا مشاكل في التوجيه اليوم ديال الشباب. ما عندناش لورينتاسيون ديال الشباب، التوجيه اللي هو توجيه اللي غيخلي الشباب غدا نهار يشد البكالوريا غادي يتوجه عارف فين كيتوجه، عارف. ما يكونش عندنا اليوم هاد الاحتجاجات لأنه وترفع نسبة البطالة، لأن الجميع كلشي كيخرج كيمشي لافاك خاصو يشد الإجازة ديالو لا ليسونس وخاصو يتسنى المباراة ديال التعليم اللي للأسف الحكومة تبقى تقرر وتعيب في حق الشباب اللي وحد ذاته في 30 سنة، وهذيك 30 ل 40 سنة فين يمشي للشارع. نعم، هذا قرار مجحف ربما، وكاين نقاش يعني مؤخرا السيد الوزير. على السيد الوزير انه هذا القرار ستتم مراجعته، ونتمنى ان هذا الشيء يكون في اقرب وقت ممكن باش يفتح الافق للشباب. سي زكريا، التعليم في اكادير اشوارو. التعليم في اكادير داير بحال التعليم في المغرب. حنا الجيل ديالنا الاغلبيه خريجي التعليم العمومي. انا ولد سوس العليمه ويوسف بن تاشفي، وكانوا عندي من احسن الاساتذه اللي يقدر يكونوا. كنا فاش مشينا نديروا قرايتنا طلعنا انا من بين واحد الجيل اللي كان كيمشي بزاف لبرا باش يقرا. كتعاونوا العائله ديالو على برا شي سيرتيفيكا دو بيرجمون شي كذا، كنمشيو تما كنطيروا في المات، كنطيروا في الفيزيك. ولكن فاش كنا هنا ما كناش عارفين المستوى ديالنا كيفاش داير. نهار غادي نقري وليداتي كنت بغيتهم حتى هما يدخلوا للتعليم العمومي ويلقاو هذا المستوى، للاسف ما لقاوش. وبحال واحد المجموعه ديال الوالدين دخلت ولادي حتى انا للتعليم الخاص، ولكن كونتر كور ما كنتش بغيت، ماشي هادشي اللي كنت بغيتو. التعليم بالنسبه لي انا راه ربما اهم من الصحه، لان التعليم كيقيس كل شيء مدى الحياه. الصحه كتقيس كيفاش كتمرض او لا فاش كتوقع شي حادثه، ولا ماشي معنى ديالها انها ماشي مهمه، ولكن التعليم راه كيبني لك المجتمع ديالك، هو اللي كيبني لك. دايوغ دوك الناس اللي من بعد كيمشيو للصحه، اشنو اللي وقع؟ المشكل اللي وقع لنا في المغرب واحد الوقت، حتى من بين الاطر التعليميه ولينا كندخلوا حاملي الشهادات اللي ما لقاوش خدمه. يعني السيد كافر على الوضعيه، طال عليه الزعاف، ما عمره ما كان بغى يكون معلم ولا استاذ ولا شي حاجه، ولكن الغالب الله خصو ترفض الخبز. مشى واحد المجموعه الحكومه دخلت عباد الله بحال هكا، كتلقى تماك واحد السيد ولا واحد السيده ما كاينش في بلاصتو، ما كيتقال. واحد اوفيسيال ديال التعليم هنايا في اكادير، غير واحد شي يامات هذه في المجلس قال لنا راه قبل ما يكونوا هاد مؤسسات الرياضه، الاستاذ في القسم كيتفاعل مع 2 3 4 ديال التلاميذ، كلشي داكشي الاخر راه غير جالس وصافي. الناس مساكن كيدوزوا من عام لعام من عام لعام. دابا كيفاش نقدروا نحلوا هذا المشكل ديال التعليم؟ كاين واحد المجموعه ديال الحلول من البريسكولير الابتدائي للثانوي الاعدادي للثانوي. مثلا الناس اللي سابقين اللي كبارين شويه في العمر في المانيا في فرنسا في التكوين المهني كيمشيو كيديروا لالتيرنونس، ديك سيمانه في الخدمه سيمانه في القرايه. كاع هاد الشباب اللي خرجوا هرسوا الشوارع وسميتو، علاش؟ راه ما عندهم خدمه، ما كاينش شي حاجه كتسنى الغد ليه مع 8 الصباح. وقالوها مساكن فاش هضروا معاهم قالوها، قال لي انا ما عنديش الوالد، بغيت نعاون الوالده ولكن وكيفك حتى مشكل ديال التشغيل. دوك نكونوا نعطيو لهم حرفه باش يقدروا يدخلوا يخدموا. الناس اللي بغاو يمشيو يقراو في الجامعه، انا بغيت ندير، باش نكون معكم شفاف، انا بغيت ندير دكتوراه. انا بغيت ندير دكتوراه في المغرب 5 سنين هذه، وانا بغيت ندير دكتوراه بعدا غير باش ندير ليكيفالونس ما هي وما لونها، حيت الدبلوم ديالي جاي من برا. اون فوا شديت ليكيفالونس، وقت ما بغيت نمشي للجامعه انا يمكن دون المستوى بالنسبه للجامعه المغربيه، بالنسبه لبنوزور رفضتني 3 المرات. ودابا هذا العام هذا اللي كانت المسائل غاديه مزيان، راه المنصه باش تقبل لاكسي للدكتوراه بالنسبه للناس اللي خدامين راه مازال ما تفتحاتش. وحنا في نوفمبر، امتى تفتح؟ واش في الموا د جوان؟ يعني هذا الشيء ديال الحكامه لا غوفرنانس فيها مشكل. وهادو راه ماشي المنتخبين، اون توكا ماشي المنتخبين فقط، راه الوزير كيبقى غير وزير، كيجي واحد كيمشي الاخر، كيجي واحد كيمشي الاخر. ولكن عندك واحد الاداره كبيره ضخمه، اداره ضخمه فيها النظراء، فيها المديرين، فيها المديرين الجهويين الى اخره. راه هادو الاداره هذه هي اللي خص يكونوا فيها لي ميور دونتر نو، المغاربه الحارين اللي عندهم الحرق على البلاد والتكوين والمخ كبير وهذا، باش ما يمشي القطاع الخاص. هنا فين الدوله خصها تدخلوا للقطاع العام. وكيف ما بنينا المغرب من مورا الاستقلال، وكيف ما تبنات هاد اكادير من مورا 1960 راه تخربات وراه عاودت تبنات كلها. وشكون اللي بناها؟ راه المغاربه اللي بناوها، شويه ديال اليد من برا، ولكن راه المغاربه كيما درنا ديك النهضه ديك الوقت. وكيف ما كنشوفوا هاد البي دي او كيفاش بدل اكادير،
راه بنفس الطريقه نقدروا نبدلوا الادارات ديالنا وما نبقاوش نشوفوا فيهم هاد نرجعوا للتعليم. السؤال اللي طرحت على الشباب: واش كتشوف بان المغرب اليوم حط الخطوات الاولى في الاتجاه ديال تصحيح هذا الورش الكبير اللي وصفوا جلاله الملك بانه اهم ورش من بعد الوحده الترابيه؟ هذا اولا كيعجبني بزاف هذا الوصف اللي عطى صاحب الجلاله، وكيبين لنا الا ركزنا عليه واحد شويه عاودتي قلتي هذه الجمله راه غتحس بالثقل وبالاهميه ديال هادشي اللي كنهضروا عليه. راه ماشي شي حاجه عاديه، صح؟ لا شي حاجه غير عاديه. طيب هذه النقطه الاولى. النقطه الثانيه، هذا درنا واحد المجموعه ديال المسائل اللي غاديه في الطريق. فعلا فاش كتشوف الارقام ديال المدارس ديال الرياضه كيبانوا فاكتويلمون الارقام احسن من الارقام القدام، ولكن وغنزيد على واحد الحاجه، واحد التشالنج كبير. راه ما نساوش ان المغرب راه داز من واحد المقاربه ديال الجوده لواحد المقاربه ديال الكم، وما كانش عنده الاختيار لان الاميه كانت عندنا كبيره بزاف في البلاد، وصعيب انك تديها في لا كونتيتي وتخلي لا كاليتي. راه ديما فاش كطلع لا كونتيتي لا كاليتي كتنقص ميكانيكيا، ولكن خص الراتراباج. انا بالنسبه ليا زعما باش نكون صريح معك، وراه كننتمي للحزب اللي كاين في الحكومه، غادي نقول بلا راه شدينا الطريق الصواب نهار غادي نشوف الميزانيه اللي كتعطي الدوله لكل تلميذ تضاعفت على الاقل 2 مرات، مينيموم 2 المرات الا ما كانش 3 المرات. الدراري ديال الابتدائي خصهم ياكلوا في المدرسه، في المدرسه العموميه. علاش والدينا حنايا قراو في الاحياء الهامشيه وفي الجبال وفي الواحات وكانوا كيعطيوهم طرف الخبز وشكيليطه وكريتين هذا الحليب ويتغداو عنده الفيتامينات ديالو والاملاح المعدنيه وكذا وكذا. وحنا الدري اليوم اللي بوفري في المغرب مسكين راه الا ما عطاوهمش لي مال الدار ما عندوش. دونك خصنا نديوها في كل شيء اللي كاين اكوتي ديال المقرر في حد ذاته. الدراري ياكلوا في المدرسه، الدراري يكون عندهم النقل المدرسي، المواصفات ديال المدرسه تكون كتحترم. حنا في اكادير درنا واحد المجهود كبير في هذا الشيء، ولكن خصو يتعمم. 5000 مدرسه ما عندهاش الماء في المغرب في 2025، كومون زعما واش راه ما يمكنش، راه غير مقبول. وفاش كنكونوا كنديروا النقد البناء للحكومه ديالنا راه هذا راه بناء، راه بغينا نزيد لقدام. اذا راه غاديين في واحد المجموعه ديال الحوايج مزيان فعلا. انت عطيتي واحد المؤشر، الاخ كان عنده واحد المؤشر اخر، ربما السنوات ماشي بحال بحال، ولكن باش نقولوا اننا نجحنا وساشون كو التعليم راه ازمه عالميه. راه الدول الاوروبيه راه عندهم ازمه كبيره في التعليم. هادشي اللي كيعيشوا المغرب راه كلشي كيعيشوا، ولكن يعني درجات مختلفه. انما ماشي شغلنا حنايا شنو هما المشاكل ديال الاخرين، حنا المشاكل ديالنا بغينا تحل. انا بالنسبه لي اول حاجه الميزانيه ديال التسيير ديال التعليم خصها تطلع. شحال كنخسروا على كل تلميذ خصو يطلع. أكادير مدينة كانت كتعتمد على الفلاحة وعلى السياحة، وربما هاد التلميذ اللي حنا كنهضروا عليه كيولي طالب، ملي كيولي طالب كيتخرج، وملي كيتخرج ما تيلقاش الخدمة. هنا غندخلوا للمشكل ديال الشغل. أكادير كانت واحد المدينة عندها يا سياحة يا فلاحة، هادشي اللي كاين واخا ياك، هادشي اللي كاين اليوم. أكادير واش فعلا يعني الشباب مع هاد التحول اللي كتعيشو أكادير، مع هاد الوتيره ديال الاستثمارات اللي كدار في اكادير، واش المشكل ديال الشغل الى حد ما ان اكادير ولات كتكون فيها يعني شباب كيخدم من غير هاد لي سيكتور اللي هما كلاسيك ديال التوريزم وديال لابيكولتور؟ نبدا معك اميمه. وهو الصراحة كاينين بزاف ديال البرامج كثيرة اللي دارت بالنسبة للدومين ديال التشغيل. أنا كنقول واش مازال ما وصلناش اليوم أننا نقولوا أننا أخطأنا وهدرنا الوقت بزاف وما وصلناش للنتائج اللي بغينا نحققوها. مثلا الحكومة كتجي في البرنامج الحكومي ديالها وكتقول بلي أنها غادي تخلق ما لا يقل على 1000 مليون نصيب شغل. اليوم الشباب اللي لا وكتجي بخطة حكومية للتشغيل ب 14 مليار درهم سي جو مي ترومب با. واليوم الشباب اللي كيسمع بحال هذا الشيء ماشي كيفرح، ولكن كينتظر دي زاكسيون كونكريت. دونك افعال ملموسه اللي غتقيس الشباب في المجال القروي كما في المجال الحضري. دونك اليوم 70% من المجال ديال جهه سوس مسا هو مجال قروي. هذه اول مره غادي نعرف هذه المعلومه هذه صراحه. جيتي با كونسيون دو بورسونتاج، مي باش نقولوا 70% من المجال ديال جهه سوس مسا مازال ولا تقدر تعرف واحد الهجره قرويه من هنا لقدام. دونك غنصدقوا من الهجره القرويه ديال دوك الشباب اللي باغيين يلقاو فرص شغل ويصدقوا جايين لهنا، الوغ كو من بعد هنا غيولي عاوتاني الاكتظاظ. دونك عاوتاني سي لا ميم شوز كي سي ريبيت. ما هو ولا كيلي لا بروشين اكسيون افير. زي أديب في نفس الاتجاه ديال في التشغيل. ربما أخطأت الحكومة بتقديمها وعود كبيرة جدا للشباب اللي خلات الشباب عاش واحد الوهم
أنا راه مليون منصب شغل تقول لي غادي نوظفك في خلال 5 سنين، حسب المندوبية ديال السامية ديال التخطيط وحسب اليوم آخر ما كاين في الإحصائيات، اليوم عدد كبير من الشباب فقدوا مناصب ديالهم ديال الشغل. اليوم الحكومة ورطت الشباب في متابعات اليوم قضائية في برنامج فرصة. ما ننساوش بأن قلنا للشباب أجيو غادي نعطيكم نديروا ملفات وديروا غنعطيكم ديكريدي وكذا وكذا باش تدعموا تخلقوا مشاريع، والشباب مشاو وضعوا الملفات، لكن الشباب ما كاينش مواكبة، برامج ما ليهاش مواكبة، الناس مشات كندفعوا كرا والمحلات، كاين اللي دخل في التزامات، كاين اللي ما تحتاجش الدعم، كاين اللي هو داخل في المحاكم اليوم باش أنه غير يصفي هذاك الشيء اللي خدا واللي سميتو. اليوم خلق منصب مليون منصب شغل كما قلت لك راه ورطنا. من بين الامور اللي خارجين الشباب كيقولوا راه كنتو غتوظفوا ساعه الناس راه فقدوا مناصب ديال الشغل ديالهم. واسمح لي غادي نرجع للمجلس الجماعي ديال مدينه اكادير. حنا اكادير ولا نقولوا نهضروا على حي السلام وجيت سكن. واش كيعرف المجلس الجماعي ديال اكادير شحال ديال الشباب خدامين في دوك لي سناك وفي دوك لي كافي اللي كاينين تما؟ عدد كبير. جينا للدوره الاخيره ديال المجلس الجماعي غادي نجيو للنقطة هاد نجيو للنقطة عندك هنا نقطة خاصة نناقشوها بوحدها. هاد النقطه لكن لي دابا هاد واش اكادير باقا كتعتمد على لي سيبور لي سيكتور اللي كانوا قبل ديال السياحة وديال الفلاحة في المجال واش كاين افاق؟ لا نهضروا بوضوح نهضروا انا هنا جاي باش نضرب بوضوح. انا جاي نستقد لهم اكادير، حنا جايبين الجسم البلدي ديال اكادير والخطاب ديالنا موجه للمغاربه كامل، ولكن انا غادي مدينه بمدينه. كنا في ازكان زدنا القليعه جينا اكادير، غدا غنمشيو للعيون، بعدو غنمشيو لطنجه. هضر لي على المدينه ديال اكادير، واش الشباب ديال هذه المنطقه هذه ديال هذه الجهه هذه عندهم افاق باش يلقاو خدمه بهذه المشاريع اللي كيداو، ولا هذا الشيء كيبقى غير زواق وصافي؟ اليوم أكادير كتعيش واحد النهضة تنموية بفضل صاحب الجلالة والرؤية ديالو والمشروع ديال التنمية الحضرية اللي توقع أمامه في 2020. ما يمكن حتى شي واحد ينكر اليوم أن الصورة العامة ديال مدينة أكادير تغيرت، وكاين مشاريع اللي غادي تخلي من المدينة أكثر جاذبية، اللي غادي تجيب لي توريست وغادي تجيب الناس. لهذا هذا الشيء خاصو ينعكس إيجابا وبشكل مباشر على التشغيل وعلى الشباب في هذه المدينة. أكيد أن الصيف فترات الصيف مثلا في أكادير مرت في أحسن الظروف وكان واحد العدد كبير. أنا كنعرف الناس في المجال ديال المطاعم وهذا اللي كيقلبوا على الناس يخدموا ما لقاوهمش، لأن ولاد المدينة كل واحد فيه خدام، ولكن هادشي كيبقى موسمي. شوف المشاريع اللي كيداروا دابا حاليا، عندنا منطقه ديال التسريع الصناعي، عندنا دي زون اللي كيداروا ديال لا لوجيستيك، عندنا استثمارات كدار. هذا الشيء اللي كيدار واش كيخدموا فيه ولاد اكادير؟ نعم ام لا؟ لا ما كيخدموش فيه. لا انا نقول لك خاصنا دفاتر تحملات صارمه مع الشركات اللي كتبنوا والشركات اللي كتستافد من الدعم ديال الدوله باش تبني. قال لك ما كاينش هاد الدفاتر التحمل. استاذ كاين دفاتر تحملات ولكن لا تحترم. راه الناس واخدين اراضي ما كيبنيوهاش على سنين وسنين وكيجيبوا اليد العامله من خارج اكادير، حنا كنعرفوها. نمشيو دابا للدرايلكا ونشوفوا الناس اللي كاريين تما واللي خدامين في اللوزينات اللي هما بادين منين هما، واش ولاد اكادير ولا خارج اكادير؟ واش بغيت نسدوا الحدود ديال لا ما قلتش هذا الكلام. لا ما نقولوش. سول انا كنسولك لا اشنو بنتي لا كجماعه ديال اكادير ولا كالناس ديال الجهات تعطى اولويه لولاد اكادير، ما يمكنش نعطيو اولويه لولاد المغاربه. راه الدستور ديالنا مغربي ما سيدي ديالي. لا مغاربه لا، ولكن اسمح لي حنا في هذه الحلقه كنتكلموا على اولاد اكادير. لا ما غاديش تورطني في هذا الكلام ديال اننا حنا مغاربه. ما كنسول هذه مسؤوليه الحكومه. مسؤوليه الحكومه توفر شغل قار لجميع المغاربه من طنجه للقويره، من طنجه للقويره. قال كيف قلنا كنهضروا غادي نوفروا، ولكن اذا كنقولوا على اغلبيه واحد العدد نسبه كبيره هي من خارج اكادير، وغادي نجيو نناقشوا ولاد اكادير حتى هما في نقطه اخرى اللي قال السي اسكندري. سي محمد، فيما يخص الموضوع ديال التشغيل انا كنعقل صراحه في الثمانينات التسعينات ملي يلاه بدا التسعينات ملي بدا هادشي لي زوطيل في مدينه اكادير. كان عدد كبير ديال خصوصا الوحدات الفندقيه كانوا في الجامعه ديال المسلقه، الساعه كانت الجامعه القرويه ديال المسلقه وكانت بوحدها.
وكان ديك الساعه من بين الامور اللي كان كيطالب بها داك الرئيس ديال الجامعه ديال بنزرقه ديك الساعه انه في دوك الزيوطات كيخدموا فيها ولاد بنزرقه، كانوا عدد كبير ديال الناس ديال بنزرقه هما اللي بداو هذا الشيء ديال لي زوتي ديك الساعه. وربما نفس الشيء نورمالمون خص يدار دابا، ماشي يكونوا فقط ولاد اكادير، ولكن كيما كيدار دابا ملي كيتفتح المباريات ديال سميتو كيديروا 5% ديال لي زونديكاب، واحد 5% ديال اولاد المقاومين تكون هذا واحد البورسونتاج ديال ولاد المنطقه اكادير. مثلا بحال دابا حنا مثلا في المنطقه ديال بنسرقه كاين مثلا في هاد المشاريع ديال الملكيه كاين مثلا لي دو بيسين، عندنا بزاف ديال الامور فبالاحرى يخدموا فيها مثلا ماشي نقولوا 100%، نقدر نقولوا حتى 20% ديال المنطقه ديال المسرقه. كاين واحد بعض الاحصائيات ديال المؤسسات العموميه بحال المجلس الاقتصادي سميتو اللي عطى واحد النسبه مهمه ديال ان عدد كبير، صراحة ما كنتذكرش النسبه، ولكن عدد كبير ديال الشباب من 15 حتى 30 سنه ما كيقراو ما خدامين ما حتى شي حاجه، ربما 4%. لا 400 وجوج المليون اللي هما حتى 25. فوالا 4% ديال الشباب من 15 حتى 30 سنه ما خدامين ما كيقراو. فربما شنو هو ربما هذه هي القنبله الموقوته. ودايوغ ربما عدد كبير ديال الناس اللي كنشوفهم كيديروا هذا العنف هذا هما هادو. خصوصا انا مثلا كنمشي كتدخل في الحسنيه كنديبلاصا زعما هذا العنف انا ما فاجئنيش صراحه. انا شي كنشوف في التيران كنشوف لي ديبلاسمون كنشوف هادشي كاين هذا زعما صراحه ما كاين ماشي جديد. فاللي بغيت نقول ايضا فالمسؤوليه ديال الجماعه ربما هادشي ما كيقيس الجماعه 100%، ولكن ربما المسؤوليه ديال الجماعه غتجلى في المشاريع اللي كيكونوا في الجامعه. نشوف كيتشهر واحد 20% ديال المشروع ديال بنسرقه، ولكن في مدينه اكادير نخدموا فيه الدراري ديال اكادير ماشي كنقولوش 100% حيت حنا مغاربه كاملين، ولكن على الاقل يكون واحد البورسونتاج ديال واحد المدينه المراعاه ديال خصوصا حتى الشيء كيمشي في التوجه الملكي ديال الجهويه متقدمه. انا غنجاوبكم على هذه النقط هذو وكنعتذر الا حرجت كل شيء ولا حسيت بيا ماشي هذاك هو الهدف. انا غير كنسولك باش نمشي وانا جاوب لي الشباب ديال لا بونسي ديالك، لانك ذكرتي واحد لو سوجي اللي كنعرفو مزيان هو ديال المناطق ديال التسريع الصناعي، وقلتي هاد الشركات كياخذوا الدعم ديال الدوله ومن بعد كيولوا ما كيديروش الواجبات ديالهم، ما كيبنيوش شحال من شركه خدات الدعم ديال الدوله في هذيك المنطقه ديال التسريع الصناعي، هذيك المنحه اللي كان خصها تعطى لهم في الارض. انا كنعرف بزاف ديال المستثمرين تما وحلوا غير باش يفينونسيو. علاش؟ حيت حتى ندخلوا واحد شويه تكنيك، باش تمشي للبنك باش تاخذ واحد القرض باش تمول المعمل ديالك، البنكه كتطلب منك انها تاخذ واحد ليبوتيك على ديك الارض. الكايد شارج اللي كتهضر عليه صارم مره اخرى اكثر من القياس. التيلبون قال لك اسيدي البنكه ما تاخذش ليبوتيك، والسيد ولا مكتب كيقول انا خصني نمول الدوله مدعماك ولك الدعم ما شديتي خصك تدوق ولا واحد ولا هو واحد غادي تمشي ليه الارض ديالو. يعني دوك راه كاينين اشكاليات ديال الحكامه. ما احنا نعاودوا نرجعوا للحكامه مره اخرى. هاد المسائل اللي هضرتوا عليهم ديال يخدموا الناس ديال المنطقه في المشروع مهمه بالنسبه كيسموها بعض المرات لا بريفيرونس ناسيونال، يعني باش ما تكونش واحد المنافسه جايه من خارج الوطن، ولكن داخل الوطن خصك تخلي المواطن عنده الحق اولا يسكن فين ما بغى ودونك يخدم فين ما بغى، ولكن راه ميكانيكيا راه اللي قريب داك المشروع هو اللي كيخدم فيه. علاش؟ حيت كيقتصد فلوس السكنه، كيقتصد فلوس الترونسبور، ما خصوش يخلص الماكله باش ياكل على برا قريب، الا جا مكسور يخرج الى اخره. يعني ما كتحتاج انت. وهنا نرجع للمسؤوليه ديال الجماعات. محد الجماعه وفرت الجاذبيه اللازمه باش يعني تستقطب المستثمرين يجيو يقولوا يجيو يدوزوا غير عطله وتعجبهم المدينه. وهذا الشيء راه واقع بزاف في اكادير، راه كلكم غتكونوا كتعرفوا شي واحد جا لاكادير عجباتو وهو يرجع هو يستقر، واجانب واحد العدد كبير كيجيو كيبداو المشاريع ديالهم. يعني الجاذبيه راه بدات، خلق فرص الشغل بدا حتى هو، خاصه في السياحه. في هذا فين خفقنا في الهويه الصناعيه ديال المدينه. حنا عندنا البحر، نزيد لك البحر حتى هو حيت سي لا تي بي لاغريكولتور لو توريزم لا بيش. عندنا البحر وعندنا السياحه وعندنا الفلاحه، هاد الثلاثه هادو تاريخيين، ولكن خاص التجديد واحد شويه. درنا التنزيل، اول تنزيل جهوي ديال مخطط التسريع الصناعي الوطني دار هنايا في اكادير. كان فيه واحد المجموعه ديال الصناعات، بلاستورجي، الجلد، صيانه البواخر الى اخره، ولكن هذا الشيء تعطل. وهنايا حتى القطاع الخاص راه ما لعبش الدور ديالو. الناس خصهم يجازفوا واحد شويه ويغامروا واحد شويه ويدخلوا كما كان الحال. راه شفتوا التدشينات اللي وقعوا ليوني، انا في وقتنا ما كانش ليوني فوق. غير باش نرجع واحد شويه الصوره للزمان، انا شديت الباك ديالي في 2000، راه الافاق ديالك كانوا هما هادشي اللي قال السي ادم.
حتى في القرايه راه كانوا جوج مدارس، اللي جاب 18 في المعدل كيمشي لهم، والاخرين راه خصهم يدبروا على راسهم بجهه اخرى. كنظن اليوم المسائل راه شاده الطريق ديالها فعلا، محطات لوجستيكيه صله مع الجزر الكناري، مع السنغال، مع لوروب، الاستثمار غادي وكيكبر، حنا كنوجدوا دابا. وهنايا ربما اللي هادو راه من بين الايجابيات ديال المغرب باش نكونوا واضحين. راه فاش كتشوف لي زانديكاتور ماكرو ايكونوميك ديال المغرب راه زوينين بزاف، يعني كيشجع الاستثمار، الناس راه جايين كيدخلوا شركات كبار من هنا لكاس العالم. فعلا مازال كيخافوا من شي حويجات مثلا، وهنا راه هنا راه هاد الشركات الكبيره العالميه راه كيقول لك حنا متفقين مع جال زاد، لان كيقولوا لك كنخافوا من الفساد في البلاد، كنخافوا من المنظومه العدليه، واش الا مشيت للمحكمه غنشد الحق ديالي ولا غيبقى داكشي مجرجر بزاف ولا كذا ولا كذا. اون توكا باش نرجع للنطاق الترابي، الجماعه واشنو وفرت؟ شوارع في المستوى، اناره في المستوى، مساحات خضراء، حوايج اللي يقدروا يراعيو لك الصحه البدنيه ديالك والصحه العقليه ديالك، فين تقدر تفوج الى اخره. كتشوفوا لا كورنيش اكادير كي داير، لا كورنيش انزا، المغاربه كاملين كيجيو يفوجوا في اكادير. اكادير ما بقاتش كتخوى على طول العام. يعني هاد الجماعات الترابيه دارت خدمتها، الى الجماعات الترابيين الاخرين كلهم داروا خدمتهم راه ديجا المغرب غيعرف واحد القفزه نوعيه. وهذا الشيء راه دار فعلا مشروع ملكي. سطرتي مزيان على هذا المشروع ملكي، فعلا مشروع ملكي. ولكن التمويل منين جا؟ عرفتوا بشحال مقيوم هذا المشروع هذا؟ راه غادي راه قرب ل 10 مليار ديال الدرهم. راه الجامعه ديال اكادير قربت تخلص فيه 40%، راه كداو 30% وقربنا ل 40% مع لي ديباسمون ايتترا. راه واحد الابتكار مالي خيالي اللي داروا هذا المجلس هذا. بدل القانون ديال المغرب. ديك الساعه كتقول البرلمان خصو يكون شجاع، حنا خدينا الشجاعه باش نمشيو نبدلوا القانون باش نسمحوا للجماعات الترابيه انهم يمشيو للاسواق الراسماليه ويجيبوا الرساميل ديال القطاع الخاص. جبنا 600 مليون درهم من عند المغاربه و400 مليون درهم من عند ديزوروبيان، وهي باش مولنا هذا الشيء، والرومبورسمون غادي مزيان، والمداخل ديال الجامعات تضاعفوا جوج المرات بدون ما نرفعوا الضرائب. الناس غير كتشجعهم باش يجيو يخلصوا، كيشوف قدام دارو تنقى كيجي كيخلص. واش شتي الناس في الهدى كيولا قدام الدار ديالهم؟ الناس في السلام، الناس في انزا، الناس فين ما مشيتي سفوح الجبال اللي كانت كارثيه حتى هي راه غادي. يعني غادي نجيو هادشي السؤالي عنده علاقه مع الجاذبيه ديال التشغيل، مع لاتراكتيفيتي، مع لاتراكتيفيتي والتشغيل. باش كيجي الشركات اللي غادي يجيو يتانستالاو، والشركات اللي كيتانستالاو كيخصهم دي كونديسيون. هاد الشركات سورتو الشركات الكبار، حيت هما اللي كيشغلوا بزاف د الناس، باش تخدم لك 1000 ولا 2000 ولا 3000 ولا هذا خصو شي معايير باش يجيو لي كادر ديالو يتانستالاو. هذا فعلا باش نرجع للاميمه، كان واحد المجموعه ديال المشاريع، وعرفتيني واش انا كنرافق بزاف ديال الشباب لي جون زونتربرونور لي ستارت ابور في التكنو بارك، في لا سيتي دو لينوفاسيون، لا سيتي دو ميتي، هاد مدينه المهارات المهن، المهن والكفاءات حتى هي راه مشروع زعما. دوك المسائل شاده الطريق ديالها، غير باش الشباب بعض المرات كيكذب على راسو كيقول راه كل واحد غيخلق الخدمه لراسو غادي يولي مقاول، وهذا راه ما يمكنش. راه 99 غادي يديروا فايت وواحد اللي غادي ينجح، وهادو راه ارقام عاديين زعما فين ما مشيتي في العالم بحال هكا. غير الناس تما خصهم يردوا البال، ماشي يتلاحوا، ماشي ما عندك كفاءه ما عندك حتى شي حاجه وبغيتي تلونسي في أنا نقدر عندي غير سؤال. صوت غير بعجاله باش نمشيو، لانه بقى لنا مواكبيه. أنا ندوي غير حيت هضرتي على لونتربرونيا مثلا. واش دابا جميع برامج الجهه اللي كتوفر الجهه في رياده الاعمال، واش الفرصه موجهه لكاع الشباب ديال الجهه؟ واش اي واحد يقدر يستافد؟ حيت انا مثلا كشابه كنلقى بزاف ديال البرامج، ها فرصه، ها ابغيد اتسيتيرا، مازال ما jusqu'à présent on n'a pas encore reçu واحد لو روتور ديال هاد الناس هادو اللي استافدوا من هاد التمويلات هادو. واش نجحوا واش ما نجحوش؟ واش بصح استافدوا الناس اللي خصهم يستافدوا ولا الناس؟ فهمت السؤال ديالك وما غادي نجاوب ايفالياسيون بكل صراحه. نجاوب حيت effectivement خصنا اون ايفاليو. هاد المشاريع هادو كيعانيو من واحد الظاهره اللي هي لا فراغمونطاسيون، عدم الانسجام، مرونين، شي كيشرق شي كيغرب، والحكمه ديالهم معقده. انا هذا الميتي ديالي هو هذا، عندي مكتب دراسات والشريك ديالي كان خبير في محاسباتي اكسبير كونطابل. الا حنا ما استفدناش كشباب في ديك الوقت شكون غيستافد؟ هذا حنا كنطيروا في هذا الشيء ديال الاوراق وديال عرفتي باش نشدوا انطلاقه راه ما هي وما لونها. دازت علينا الدكاكه وفي اخر المطاف شديناها بأون هيبوتيك على ان بلاطو بيرو اللي داكشي ما كانش في المشروع الملكي اللي انطلق. دونك الحكمه ديال التسيير ديال هذه المشاريع مهمه. داكشي علاش الشباب خصهم ينخرطوا في العمل السياسي باش يجيو ياخذوا بزمام الامور وهم، لانهم ما عارفين علاش كيهضروا. الاخر مسكين راه ما عارفش، هو كان شاب 30 عام هذه ولا واحد المده هذه ولا انقاطع على هذا الشيء. نتوما كشباب خصكم تدخلوا باش تاخذوا لي مانيت باش تحكموا في هذا الشيء وتعاونوا شباب اخرين يستافدوا. تفضل.
الفاعل السياسي. هو فعلا عموما الصوره اللي كيعطي لنا السي زكريا كتبان على المستوى الارقام بانه كلشي مزيان كلشي سميتو. وهو فعلا نفسه اللي كان الخطاب ديال رئيس الحكومه في الخرجه الاعلاميه ديالو كيبان بحال هكا، يعني كان كيقول لنا زعما عموما كلشي كان مزيان وسميتو بقدرة قادر مغادرة فرحانة كيعتمدوا على الصورة الوردية، وبحال قلتي بان كلشي فرحان كلشي مزيان. وكنا كنحتفلوا واحد الوقت بالاورج كبرى كاس العالم كذا كلشي غيجي، وفجأة كانت واحد الصرخة ديال هاد الاحتجاج باش نرجعوا ديما للموضوع ديال الاحتجاجات، حيتاش هو مهم فهمتي هو مهم. الفكرة اللي بغيت نقول هو داخل الأحياء الشعبية عموما هاد البرامج كدير الحكومة واللي كدير سميتو هادشي ما كيوصلش، تلقى الصدى هادشي ما كيتلقى والخطاب الملكي راه كانت فيه إشارة لهادشي بأن المؤسسات والحكومات مطالبة باش البرامج ديال الدولة توصل عدد كبير ديال الشباب وسميتو عدد كبير ديال الشباب. مثلا نقول لك في الحي ديالنا نقول لك والله شي 10 ديال اللي جايين مثلا يدفعوا واخا كيدار لي فورماسيون ودار شي فورماسيون بعدا. عاد الاحزاب السياسيه نرجع كما كيقول دابا السي زكريا كيقول لك مثلا الشباب يدخلوا، ولكن فين هو الاحزاب السياسيه مثلا اللي كيعطوا هاد الشباب؟ على الاقل اذا كانوا عندنا مثلا حنا في الاحياء ديال اكادير وكل حي عندنا واحد 4 5 ديال الشباب، واحد دخل مع لي غيني واحد دخل مع البي جي دي واحد دخل مع الاستقلال واحد دخل مع فالمهم راه واحد الحي غينشط يكونوا نقاش. ولا كيكون نقاش بحال كما درنا هذا الحوار دابا كيدار مثلا يدار سيدي في واحد الحي بحال بزرقا ويدار بغرور يدار في واحد الجبال، وهذا ربما هو المنطلق باش حتى الشباب كيكون كيشارك نيت ديال بصح. وعيد بان الجامعه عندها دور كبير في الموضوع ديال التشغيل اللي في المشاريع ديال على الاقل في المشاريع ديال برامج عمل الجامعه يكون واحد البورسونتاج خاص بالابناء المنطقه. طيب تاهيل هاد المشاريع اللي كدار على مستوى الجهه على مستوى المنطقه ديال اكادير يحتاج لمدينه تنافسيه. مدينه تنافسيه عندها المقومات ديالها، ماشي غير جي اليوم وقول راه الشركات العالميه غادي تجي تحط عندي. ما كاينش مستثمر يجي يغامر ويستثمر وهو عارف ان المدينه غير مؤهله ما فيها الفضاءات. حنا كلنا يعني باش ما نختزلوا النقاش، الكل يجمع على ان اكادير انبعثت من جديد، وهذه بفضل اراده ملكيه يعني كبيره جعلت من اكادير وسط المغرب الجديد، وايضا بعمل ديال المجلس البلدي وديال السلطات المحليه. هذا كله لا ينكره الا جاحد او حاقد، ولكن في نفس الوقت كاين اكراهات. نبدا بما انجز ونشوفوا ما نتمنى ان ينجز. شنو كيبان لك دار في اكادير مزيان وعجبك فيما يخص البنيه التحتيه، النقل، الثقافه والتنميه، الاستدامه والخدمات؟ وبصراحة شفنا برنامج التنمية الحضرية لو PDU لو باك. مدينتنا تبارك الله أكادير عرفت واحد التغيير كبير، مجموعة من المشاريع اللي مرتبطة ببنية تحتية، طرق، إنارة عمومية، لو ترونسبور اوسي أمل إن شاء الله كي va se lancer très prochainement. وهذا الشيء فرح حتى الساكنة المحلية، يعني حتى حنايا حيت لمسنا هذا التغيير ولينا كتمشاو بكل اريحيه كسوا في داك لو باغ ويست في الحي محمدي تدارت. هاد المرافق ديال الترفيه كتأدي الدور ديالها خصوصا في صفوف الشباب، لكن كاين شويه واحد الغياب ديال العداله المجاليه. عداله المجال. اوكي سي محمد ناموس. غادي نأكد نفس الكلام ديال غياب العدالة المجالية، وغادي نضيفها بأن اليوم حنا كنعتزوا في مدينة أكادير بهذه البنية التحتية اللي كما قلت هي جات بإرادة ملكية، وأيضا بتتبع ديال المجلس الجماعي ديال أكادير والسيد الوالي والسلطات وباقي الشركاء اللي منهم شركاء الحكومة، وكاين مؤسسات اللي حتى هي مساهمة. غير هو غنتكلموا مثلا فاش كنهضروا على الشباب، كنهضروا على الشباب اللي مشاو داروا هذه الفوضى. هاد الوقت هذا اللي كان خاص يكونوا في ملاعب رياضيه ديال القرب اللي كنشوفوها في المدينه كامله، نشوفوهم في المسابح. لكن اليوم جامعه اكادير انا بالنسبه لي كنشوف ان ما ابتكراتش حلول اللي هي واقعيه ومزيانه لتدبير هذه المرافق. فمثلا فاش كتفرض على الشباب اليوم انهم يخلصوا وي ماشي غير لا بيسين،
حتى الملاعب فين يجي يقصر هو وصاحب كره 150 درهم لا سيونس. علاش الجماعه ما فكراتش في امور بديله باش ان تخلي هذا الشاب يجي ويستافد مجانا؟ فرضات حتى على الجمعيات الاحياء مساهمه ديال 50 درهم. واش كافه جمعيات احياء مدينه اكادير تستافد من المنحه ديال الجماعه؟ واذا استفادت راه كتستافد من 10000 درهم اللي هي لا تكفي، اقلها 10000 درهم، ولا هذا اللي ما كتكفي ثلث السير ديال الامور ديال الجماعه. اليوم يجب ان نتحدث على ان هذه المشاريع المهمه اللي في اكادير خاص الامباكت ديالها يبان على الشباب. اليوم خاصنا نفتحوا، انا نعطي مثال حي الهدى. اليوم عندنا قاعه مغطاه قدام لا بيسين مدينه مسدوده، امتى كتبان لنا الا في المناسبات الكبرى الرياضيه الكبرى. واش ما نقدروش نفتحوها للشباب ديال حي الهدى يستافدوا منها؟ انا في الحي ديالي كنهضر على هذه القاعه اللي كنشوف. جميل. ربما كاين امثله اخرى ربما في احياء اخرى حتى نعم. خصها نفس الضوء تسلط عليها. تفضل سي محمد بالسرقاوش. فيما يخص يعني مدينة أكادير، فصحيح ما يمكنش نذكروا التطور ديال مدينة أكادير بفضل بي بفضل التتبع أيضا ديال الجماعة وباقي الشركاء. شفنا بعض الأحياء اللي فعلا تبدلوا توتالمون، بحال مثلا بحال الأحياء سفوح الجبال كاين فيهم صراحة واحد الشونجمون سميتو. أيضا عندهم بعض النواقص، مثلا لامباكت على ديال هادشي على الحي ديالي. مثلا غير في البي باقي عندنا واحد التساؤل ديما كنطرحوه، هو كاين عندنا واحد ملعب القرب كاين في حي بن خلدون. كان عندنا في البي دي او دا سميتو ما هذه قادمه ما داش مازال. كان مبرمج في البي دي هذا خارج وشفنا الماكيت ديالو وشفنا داكشي ديالو ودرنا فيه طلبات باش نفهموا واش واقع. لحد الساعه مازال ما كاين حتى شي جواب. اللي غيدار فيه دابا كيقولوا غيدار فيه بانزون دابا بنصاد مسرقه داكشي اللي غيكون فيه. ايضا غير نتفاعل مع ولا نستغل الفرصه ديال تواجد عضو الجماعه. كاين برنامج عمل ديال الجماعه، هذا هو التعاقد اللي بين الجماعه والساكنه ديال مدينه اكادير. مثلا عندنا غير في المدينه في الحي ديال المسرقه كاين عدد كبير ديال الامور اللي جاوا في برنامج عمل الجماعه. لحد الساعه مازال ما كاين لهم اثر، ولعل الاقل ديك البنايات الاولى. كاين مثلا الفضاء الرياضي ديال المنطقه الخضراء حي الفرح، كاين في الباك ديال الجامعه مازال ما كاين. كاين تاهيل الفضاء الرياضي ديال حي امزيد دار الفضاء الرياضي هذا دار بلا ما يكون فيه المونطونونس، بلا ما يكون فيه شويه نقابلو، ولا دابا التوه ما كيقدر باقي يلعب فيه، ولا كارثه. تقريبا شي 3 سنين هو بحال هكا. لحد الساعه دارت الباك ديال الجامعه كان فيها التاهيل ديال سميتو. لحد الساعه مازال الدراري كيمشيو تما ما كيلقاوش فين كيلعبوا. شنو كيمشيو للجامعات اخرين، كيمشيو للتيرا، كيمشيو لاحياء اخرى باش يلعبوا. كاين عندنا سوق القرب ديال مسرقه، دارت الباك ديال الجامعه تصدرت ليه الميزانيه، ولكن لحد الساعه باقي عندنا واحد المشكل ديال الساكنه والتجار اللي كيستغلوا الملك العمومي. لحد الساعه لا ما عندنا سوق اللي كيليق بينا حنا كساكنه، ولا سوق اللي كيليق بالتجار. هذا ايضا مشكل. فيما يخص الاناره، الى دخلت الاحياء، الاناره وسط الاحياء ديال مسرقه ما كتشبه كاع الاناره اللي كاين في عموم الاحياء. هذا لا هادو اكراهات اللي عندنا حنا كحي ساكنه ديال الحي اللي كنوصلوهم للمجلس الجماعي. ولكن هذا لا يمنع اننا كنعترفوا بان مثلا هذا البي دي او هذا الشيء كان عندنا واحد امباكت راكم عندنا على شارع العيون. امباكت صراحه الناس ديال المسرقه اذا شفتوها بالليل عرفت بها ديال النساء ديال المسرقه وكيخرجوا صراحه تما من قبل كلها كتكون مخشيه في دارهم وسميتو. ولكن ما غاديش نكتفيو غير بهذا الشيء. حنا اللي كيهمنا واللي خصنا نطرفوا عليه هو التعاقد اللي بيننا وبين الجماعه. مادام كاين باك ديال الجماعه فيه هذا الشيء وربما ما بقاش بزاف، فبينا نسول الجماعه فين وصل هذا الشيء. وايضا الحاجه اللي قالوا الاخوان ديال العداله المجاليه، كنشوفوا عدد كبير ديال الشوارع ولاو كونيكتي. ممكن الناس ديال الهدى كتمشى ودا كتمشى حتى كتوصل لاكوط. حتى بالنسبه مازال ما عندنا هذه القضيه هذه، يعني يلاه كندوروا تما. طيب شكرا لك سي محمد. ربما الاسئله كلها موجهه لك سي زكريا، تفضل لك الكلمه. تفضل. مرحبا. اولا كنشكر الشباب على الغيره ديالهم على المدينه ديالهم، لان كنشوفوا بلا راه سقف متطلبات طالع وغادي كيطلع، وهذا مزيان. حيت هادشي هكا كنبقاو كنزيدوا لقدام. الا جيتوا قلتوا راه كلشي مزيان صافي غنشكروا المشاهدين ديالنا ونمشيو بحالاتنا. كنشكرهم كذلك على الاعتراف بالمجهود اللي تبذل وبالانجازات اللي كاينين،
والتغيرات اللي عرفتهم المدينه. دونك كلشي هذا الشيء محمود، لان افكتيفون هذا الشيء كنشوفوه قدام عينينا، زعما ما يمكنش ننكروا شي حاجه اللي واضحه. فعلا كاينه واحد الوثيقه تعاقديه بين الجماعه وبين المجتمع المدني ديالها، اللي هي البلان داكسيون كومينال، البرنامج عمل الجماعه، اللي كنعرفوا سطر بسطر لان سهرت على الانجاز ديالو. ونهار حطيناه كان واحد الحديث كبير ديال هذا الطموح اللي حطيتو راه كبير بزاف، راه ما يمكنش ديروا كلشي هادشي. حنا كنقولوا شوف، وغادي ترجع للفيديو ديال الدورات وخاصه ديك الدوره ديال الباك وغتشوف شحال هضرت على هادشي. كنقولوا حنايا الطموح ديالنا كبير، رفعنا السقف عاليا عاليا. البي دي او حط واحد السقف عالي، حنا زدنا طلعناه مازال اكثر من داكشي. وبرنامج عمل الجماعه راه 2.7 مليار ديال الدرهم اللي كانت مبرمجه عليه في الاول، ودابا راه فايتين 3 المليار في هذا التحيين. يعني حتى في التحيين زدنا مازال. ما عندي ما نسالك، لان مشيتي جبدتي السطويرات اللي ما داروش. هو مزيان من المناصفه نجبدوا السطيرات اللي داروا حتى هما، باش نقولوا هذا راه دار، هذا راه انطلق، هذا راه تمول، هذا خاصه ان المساطير ثقال. فاش كيكون بتبغي تلونسي واحد المشروع خصك تقاد ليه العقار ديالو، خصك تسني الوثائق التعاقديه مع الوزارات، خص التاشيره ديال السلطات الولائيه الى اخره الى اخره. كيف ما كان الحال، كاين واحد الخبر زوين، واحد الخبر قل زيانه غير مسر من ديك الدرجه، هو ان راه الباك راه ما كيدارش فيه، ما غاديش يدار فيه 100%. حنا راه كنطلعوا السقف، حيت باش الباك يكون فيه 100% بحال التلميذ اللي جاب 20 على 20 في البلتان، راه حتى حد ما كره يجيب 20 على 20، ولكن راه ما كيجيبش 20. اللي كيطير في القرايه كيجيب 17 18، اللي كيقرا مزيان راه كيجيب 14 16، اللي شويه كيجيب 12، اللي ضعيف راه تحت المعدل. حنا الهدف ديالنا هو نقربوا الماكسيموم بوسيبل لديك 100%. راه مازال الفتره الانتدابيه ما سالاتش، راه مازالين خدامين، وبالعكس دابا راه عاد كنكثروا باش نزيدوا مازال في الانجازات وفي التنزيل ديالنا. الاحياء ديال المدينه تبدلوا تقريبا كاملين، كاين اللي تبدل تماما، كاين اللي ولا قريب من لا بيرفيكسيون، وكاين اللي مازال بعيد. من بينهم الاحياء ديالي، انا ساكن في الحي المحمدي، واحد المجموعه ديال المناطق ديال الحي المحمدي وديال تيليلا وهذا راه مازال مدقدقه بالمعقول. سفوح الجبال هذا الشيء اللي درنا انا صعيب عليا انني نفتخر به، لانهم الساكن مازال بعد، غير داك البعد اللي كان كارثي، يعني قفزه النوعيه. ولكن راه غا دزنا من 0 ل 4، راه 20 راه مازال بعيده، دونك باقي كاينه الخدمه مازال. كنظن عندنا واحد المشروع كبير اللي تسنى شحال هذه الامضاء ديالو، حنايا عطينا الموارد الماليه ديالو اللي هو كنسميوه لا فوري بروكسيميتي، يعني شوارع القرب. هاد 700 مليون ديال الدرهم كتكوفري تقريبا جميع الاحياء ديال المدينه، باش كلشي دوك الازقه الصغار فين ما دارش البي دي او. هذا المشروع هذا خصو يدوز باش يعاود التزفات والتعبيد والاناره باللاد الى اخره. ومن بينهم هذا الحي اللي كنهضر عليه نيت، اللي هو الحي المحمدي ولا تدات ولا الى اخره. ولكن انت غادي تسنى مع الوزاره ديال لابيتا ديال الاسكان، وهذا امتى غادي يكونوا كاع التاشيرات، امتى هذا الشيء كيدي الوقت. داك البلاد ديالنا المساطير كتدي واحد شويه ديال الوقت، خصنا نصبروا عليها، ما عندنا ما نديروا. فعلا ملاعب القرب كاينين بارتو، النمط ديال التدبير اش بغيتي نديروا فابور لا غراتويتي توتال. انا ما كنج هذه سي اون كيسيون ريتوريك ما كتنتظرش جواب. واش نخليو الناس من الطرف يجيو يلعبوا؟ راه حتى فاش كتمشي لاوروبا ولا الدول اللي سبقين لنا في هذا الشيء راه كيخدموا بجمعيات. كتمشي للكومبلكس اندي ملتي سبور كتلقى دي اسوسياسيون، بغيتي تجي تلعب دخل في جمعيه، والجمعيه غادي انت كتعطي واحد المساهمه بسيطه، واللي ما فحالوش ما يعطيش، والناس كيدبروه كشان بيناتهم. المجتمع المدني واحد الشريك اللي خصو يوقف الى جانب المجالس الترابيه. وانا غنقول لكم انتم صراحه، حتى انا نكون معكم صريح، المجتمع المدني ديالنا راه فيه ديفوات، الجمعيات ديالنا وانتم هادشي عارفينه. راه اللي خدام في المجتمع المدني الا دابا الناس راه يتيروا فيه على هادشي اللي كنقول، ولكن انا اللي خدام فيه هادشي عارفه على يقين فيه مشاكل. خصنا نجيبوا ناس اللي عندهم الاراده باش يدافعوا على المصالح العامه، وهما ياخذوا نمط التدبير. ونهار قلنا لي بيسين شكون اللي غيجريهم، الجمعيات راه بزاف هربوا فاش كيشوفوا لي الشيفر ديال بشحال يتقام هادي، بشحال الشوفاج ديال البيسين، كيقولوا هادشي كثير انا ما نقدرش عليه. واش نعطي لك لا بيسين باش نخليها تدهور؟ جات لا سونار شركه عموميه هي كابابل باش دير هذا الشيء، وداير لي بيسين عامرين، كلشي كومبلي عامرين. الناس تهافتوا على، يعني الطلب مازال كثير. طيب. فعلا ما غنقيسوش الطبقات الهشه كيف ما غنقيسوا الطبقات اللي عندهم شويه الامكانيات، ولكن هذه راه البدايه، راه اول مره كنبداو في هذا الشيء، وراه الانجازات ان شاء الله غادي للقدام. طيب مساله مهمه جدا كيهضروا على الناس ديال اكادير، مساله مرتبطه بالنقل. النقل مهم. امتى غيبدا هذا الطوبيس ديال امل؟ الوغ البي اش ان اس راه كان موجود واحد المده هذه المشروع باش تعطى الانطلاقه ديالو، لكن وزاره الداخليه كان عندها واحد الرؤيه اخرى، واحد التصور اخر بالنسبه للربط بين هذا الخط فائق الجوده
والحافلات الاخرين. دونك باش تكون واحد المنظومه دونك فضلوا انهم يتسناو واحد شويه، يعطلوا واحد شويه. نورمالمون قبل لا كان ان شاء الله هادشي اللي كيتقال غادي تعطى الانطلاقه. دابا راه كتشوفوا لي تيست، كتشوفوا لي فو سيناليزاسيون خدامين. الجامعه راه خرجت واحد لانونس، واحد الاعلان باش تقول بلي راه الناس ما خصهمش مازال يدوزوا في الخط ديال بي اش ان اس ولا يبلاصيو فيه. هادشي مازال كاين، انما راه قريب. ولكن هادشي راه ما غاديش يفك كاع المشاكل ديال النقل والتنقل في اكادير. علاش؟ راه عاوتاني جايين على واحد الموروث كبير. هذه غير بدايه، هذا غير شطر اول. داير البي اش ان اس راه في مازال جوج الخطوط غيجيو، واحد اللي غادي يطلع حتى لانزكان وايتملول، واحد اخر خصو يمشي للمناطق الصناعيه. دونك هادو تما لي زيتود ديالهم راهم خدامين. سفوح الجبال تدارت انزال عليا، راه ما كافيش انه تكون محطه الطوبيس لتحت، راه خصو يطلع حتى للفوق ديال سفوح الجبال بشي. دابا راه كنهضروا في هذا الشيء، واش غنديروا ميني بوس، واش غنديروا شي حافله كهربائيه، واش. اذا المشاكل كبيره، الحلول كتجي شويه بشويه. ولكن انا ما كنطلبش منكم تقولوا راه كلشي مزيان، لان هذا هو الضغط اللي كيخلي المسائل تبقى غاديه لقدام. غير نعترفوا بلي راه كاين واحد شويه ديال انتقادات واسعة وجهت للمجلس البلدي في الدورة الأخيرة ديال الإغلاق ديال المحلات التجارية في حدود الساعة 1 بعد منتصف الليل، واللي ما سدش كدار عليه إجراءات كيمكن توصل حتى للإغلاق. هاد القرار أثار سخط الناس ديال التجارة. واش هاد المجلس جاي باش يفتح الناس الآفاق لرزقهم، ولا باش يقطع الناس رزقهم؟ علاش هذا الاجراء هذا؟ وكيفاش تعامل المجلس البلدي مع ردة الفعل ديال الساكنه وديال الناس، خصوصا في بعض الاحياء بحال السلام، بحال جهه سكن اللي هي احياء لا تنام وخدامه هذاك هو رزقهم، وخدمه الناس كما قال سي ناموس، عدد من الشباب وعدد من الناس مخدماهم متمكنات، هذاك هو الرزق واحد يديرهم. وانت دابا احياء سكنيه لا تنام كيبان لك هادشي عادي. لا، ولكن حي سكني، حي سكني ما كنهضرش على لا كورنيش، ما كنهضرش على سونتر كوميرسيال، كنهضر على حي سكني اللي كاينين عمارات اللي الناس ساكنين في الطبقه الاولى والثانيه والثالثه والرابعه. الوليدات كيبداو القرايه مع 8 الصباح، مول الدار ولا مولات الدار ربما خدام الصباح بكري خصو يخرج مع 6 ولا 5، وهذا الحي لا ينام. كيفاش بغيت هذا السيد ولا هذه السيده ولا هذا الطفل يكون في القسم ديالو؟ حنايا منتخبين ديال الشعب المغربي، وفي الحاله ديال اكادير ديال الساكنه ديال اكادير كنجاوبوا على المتطلبات ديال الساكنه ديال اكادير. واحد الاغلبيه ساحقه بغات هذا الشيء يتنظم، ما بغاتش الفوضى. حنا كنجيو واش كنديروا؟ كنجيو ننظموا. لو فتحتوا مشاورات، فتحتوا الغرفه، لا جبتوا عند الجمعيات، سولتوا الناس. دابا في باريس من ساعه كيشدوا المحلات في باريس ولا في بروكسل ولا في واشنطن ولا في طوكيو، واش صحابك اللي بغى يحل؟ لا، راه كاين قوانين، راه في باريس راه كيسدوا مع 10 مع 11، راه كاين واش ال 15 ولا 9 اغونديسمون كيسدوا مع 8. قرار اللي ولكن كدير دراسه، كدير دراسه دابا باش نهضروا شي حد سي زكريا الجمعيات خرجوا ببلاغات كيقولوا ما تبداش تصور معنا جمعيات، بعض الجمعيات فيها غاسل نتار وطا معلوم كاين التداول مع الغرفات اللي تشاورتوا معاهم. اش من ساعه قلنا دابا في هذا القرار غيسدوا المحلات؟ راه الوحدات الصباح، راه كلنا ناعسين هنايا، راه الاغلبيه فينا. وهاد الناس اللي خدامين، انت قلتي الشباب كيخدموا، هذا اللي غيخدموا ما غيخدموا غير من الوحده للفوق في الصناك والدخان والمقله والمقالي واستاذ راه ما لقاش فرص شغل كاع. هذاك اللي كان غادي يمشي. لا، عرفتي الناس لما جا القرار، اسمح لي حتى اسمح لي استاذ، الله يجازيك بخير. اليوم هذا قرار ما كانش فيه مشاورات كامله. حنا كنقولوا لو تم فتح مشاورات لو وجدت صيغ اخرى على اننا نقولوا راه الوحده غادي نسدوا. ممكن ان دوك لي سناك اللي كيخدموا هاد الناس يبقاو خدامين في لو سيرفيس اون بورتي، ونمنعوا لهم مثلا الجلوس ديال الساكنه، الناس ما يجلسوش عندهم، نفكروا لهم يبقى خدام السيرفيس ديال يعني الناس يصيفطوا لهم لون بورتي للديور ديالهم. كاين امور اخرى. اليوم نتخذوا قرار ديال الاغلاق وكنقولوا بانكم حطيتوا غير صاحب. لا، وحطيتوا الناس، هذا هو شوف، زائد انكم قلتوا غتكون لي استثناء. يكون الاستثناء. ها هو كاين عندي هنا. لا، ما يبان الاستثناء الا خلصتي غتمشي دير طلب للجماعه، وهنا غادي نحطوا اننا البعض يقدر هنا غادي يرجعوا لان هذا لان عنده معرفه ولا عنده هذا. واش وضعتوا كيفاش سوف تدرسوا تلك الطلبات؟ باي طريقه غادي تعتيوا لهذا؟ غادي تعتيوا اما يبقى حل هو الوحده، وهذا غادي نسدوا له.
واش قاعات افراح في اكادير اليوم الافراح اللي كيبقاو حتى 6 الصباح واش غيتسدوا حتى هما؟ نسمع الجواب ديال السكري، تفضل الا سكري. تصنتي التداولات اللي تقالت في الدوره، هاد النقط هذه راه هضرنا عليهم. الوغ النقطه الاولانيه هي ان الاغلاق كاين بعدا مع الوحده الصباح، ماشي مع 8 الليل ولا الوحده الصباح. راه الاغلبيه الساحقه ديال الناس راه دخلوا لجورهم، الاغلبيه الساحقه ديال الناس. المدن اللي سبقتنا لهاد المشاريع هذه، لهاد القرارات هذه، اشنو كان اول نقطه اللي كتدفعهم باش يمشيو لهذا القرار؟ هي قانون الشغل، هي حمايه الناس اللي خدامين. لان العمل ديال 2 الصباح ماشي هو العمل ديال 8 الليل. اللي بغى يخدم عباد الله يخدم في الاوقات، او اللي غيخدم غير الاوقات خصو ياخذ ليكسيبسيون ديالو وخصو يخلصهم على حسب هذيك التماره اللي كيضربوا بلي بريم ديالهم بكذا بكذا. هذه راه حمايه للشباب باش ما يتمش الاستغلال ديالهم. اش مول الحوايج شحال من مره ما لقاوش دابا على صلاه اليوم الشغل يا بلاتي توفر الشغل دابا لا دابا السي محمد، هذا سؤال بغى جواب. واش اللي غيحل المشكل ديال التشغيل هو السماك من الوحده ل 3 الصباح؟ لا ماشي هو، ولكن صافي شكرا. ماشي هذا اللي غادي يفك مشكل ديال التشغيل. هنايا كنقلبوا الايه تماما. الصحه ديال المواطنين، النعاس ما عندوش ثمن، وراه حددنا السوايع اللي هما فريمون من الوحده حتى 6 الصباح. الوحده حتى 6 الصباح بنادم خصو يمشي ينعس بحال ولكن الكورنيش ولا لا فونتا اون بورتي انت راه ما دايرش تيراس لا فونتا اون بورتي. لا واش حددتوا هاد المناطق اللي غيكون فيها الاكادير كامل؟ لا، هذا هو المتطلب اللي تطلب للسيد النائب المكلف بالاقتصاد، هو انه يداروا دي زيكسيبسيون زون تيريتوري دي زون راه السيد اللي قلت لك واش تصنت الدوره. زوناج مثلا كاينين مناطق، حيت هادشي راه عالمي كما قلت لك. اكادير راه درت الوحده، راه المدن الاخرين راه كيديروا 10 11 9. مثلا المناطق اللي كنسميوهم ديال السياحه العالميه، توريزم انترناسيونال، لا كورنيش لا يطبق عليها هذا القانون. دابا ماشي بهذا الموتور هذه التحيين اللي خصو يدار باش هاد لي زون هادو يتحيدوا كاملين. الا جاب غادي تكون في وسط حي سكني، راه ضروري انك تكون استثناء ماشي قاعده. لان ما من غدير لا فونت اون بورتي وعندك المطر غرق تحت لابارتمون ديالك، راه انت السي محمد الا كنتي ساكن فوق داك السناك انت اول واحد غادي يجيب الشكايه للمجلس. الا الوالدين ديالك ساكنين تما انت اول واحد غادي تجيب الشكايه. اذا نحاولوا غير نتجنبوا، وما كنقولش انك انت درتيها، ولكن نتجنبوا الشعبويه في هذا الموضوع هذا. غير مصطلح لا الشعبويه كمصطلح هذا جاي من اذا الجرايات اللي كيتبات ما جا الراس علو بالشعب. لا رئيس الحكومه فاش قال المغاربه فرحانين خرجوا تاع لا يجازيكم ما تاكلوا جمعيات اللي كاين هذا الشيء بدا ندافعوا الساكنه السغير. دابا باش نمشيو لقدام السي محمد الله يرضي باش غير من نقول هي منتخب اللي يقول للساكنه بحال البسكويت، قالوا سيروا خذوا البسكويت من بعد وحده الليل. اليوم هذا شعبوي. انا معك، هذا خطاب شعبوي وماشي غير شعبوي، هذا خطاب لا يليق في عضو في المجلس ديال اكادير. باش نكون متفق معك يعني ما لعمر باش نكون متفق. هذاك خرج من الكونتكست ديالو. وربما اعتذر على هذا الشيء هذا، ولكن انا بالنسبه لي اعتذار تبقى شخصي. ولكن داك الشيء تقال في اطار دوره وفي الناس كتفرج وانت اللي تقول عباد الله مر وحده ياكلوا بسكويت، هذا نقاش لا يرقى المستوى ديال المرات بحال المجلس تيسير مدينه وسط المغرب باغي سا ماجستي، واحد تيطلع في دوره المجلس يقول لك البسكويت. اسمح لي ولكن اسمح لي، شوف انا كنا دابا كنسالي هذا الشيء واحد شويه، رلعتي واحد شويه غير. راه بعض المرات الجمله فاش كتخرج من النطاق ديالها لا راه سمعتها زكريا ثانيا زكريا بقى انسان. زكريا سمعتها مره وجوج ثلاثه وقلت هذا واقيلا فيديو مخدوم، وعاودت عيطت وعاودت شفت، وفي الاخر لقيت بانه السيد فعلا خرج من عقله الى مجال اخر. وقال ديك الهضره واش كان لا اتفق معك السي اديب، ولكن كمل. لا ما شوف هذا رايي الشخصي ما كاين بس، ولكن الاعتذار ديالو مقبول، ولكن غير مره اخرى ما يتعاودش هادشي، لان هذا كاين بس فهمتيني نعطيو شي حلول اللي هي فهمتيني كاينه ومضبوطه. نفهم الكلام ديالك بان المجلس الجماعي ديال مدينه اكادير غادي يراجع هذا القرار ديال الاغلاق فيما يخص الزون اللي غادي يتسد فيها. المجلس سيدو المسائل ديالو، سيدو نفسه، وقت ما بغى يراجع شي حاجه يعاود يقدمها للدوره ويتذاكر عليها. انا شخصيا اتخذت مداخله وطلبت من السيد النائب انه يدير زونينغ، واحد الزوناج اللي كاينين دي زون ما خصهمش يكونوا معنيين بداك القرار، ولكن كنركز عليها في الاحياء السكنيه. راه غير معقول انك ما ديرش قرار بحال هذا. راه
غير مسؤول انك ما ديرش قرار في حي سكني، ولكن الكورنيش ولا الكورنيش انا نمشيو نفتحوا من اخر نقطه عندنا الا سمحتي لي زكريا. اكادير مقبله بعد اسابيع، يعني تقريبا واحد 4 ولا 5 ديال الاسابيع على الكاس افريقيا. اكادير غتحتضن يعني فرق ومنتخبات عالميه في يعني واحد الجو اللي غادي يكون كيتزامن مع الفيستيفال ديال تيميتار اللي تبدلات البرمجه ديالو باش يتزامن مع هذا الحدث العرس الافريقي. كيفاش كتستعد يعني الجماعه ديال اكادير لهذا العرس؟ الجماعه ديال اكادير كتستعد للمستقبل ديال الساكنه والزوار ديالها. هذا العرس غير جاي في الطريق وغادي يدوز. حنا كلشي هادشي اللي كنديروه للناس ديالنا وللسواح ديالنا اللي كيجيو من دائما. فعلا استعدادات اللي كاينين راه في اطار البرنامج الملكي، في اطار برنامج عمل الجماعه. كتشوفوا الشوارع تقدات، المطار حتى هو راه تمدد خاصه في الخطوط الداخليه. حنا الزهر اللي عندنا في اكادير هو ان من دائما تقريبا مستعدين ان نستقلوا هذا الشيء. المدينه الاكثر تجهيزا من ناحيه الفنادق في المغرب على الطاقه الاستيعابيه بعض المرات اكثر من مراكش، لاننا كنقدروا نمددوا حتى لتغازوت حتى مدينه اللي الناس ديالها مولفين انهم يستقبلوا الجماهير، مدينه اللي مولفه كدير لي فيستيفال. السكان المغاربه كلهم كيعرفوا اكادير، الافارقه كذلك كيحماقوا على اكادير باش يجيو يدوزوا فيها عطله. انا اكيد كل التاكيد ان العرس غادي يكون عرس كروي جميل، الجميع غادي يستافد منه، الزوار اللي غادي يجيو غادي يبغيو يعاودوا يرجعوا. حنايا كساكنه مستعدين. ايش الحنانقه، الناس ديال الاستقبال، الناس ديال الجود والكرم، كنظن المسائل غادي تدوز مزيان. البنيه التحتيه ما كايناش نهضر عليها لان راه سي ايفيدون بلا رضا على راسها مقاده، كتهضر على راسها كاين ما غنقولش. اخر سؤال بالنسبه للجنبات ديال الملعب، فين وصلت الجماعات ديال الملعب كاين واحد المشروع كبير اللي هو لو سانكتوير ديال الاستاد، باش هذيك تقريبا يمكن مليون باش نكذب شي 400 هكتار كلها غادي تولي مساحات خضراء، ملاعب قرب، بيسين اولمبيك، قاعه مغطاه، واحد مرفق ديال الترفيه للساكنه ديال الحي المحمدي وديال سفوح الجبال اللي هما جايين قراب عليه. هاد الساعه هادي تم التشجير بواحد التكثيف اللي هو كبير، غادي يزيد مازال التشجير، ولكن ما غاديش يتقاد بطريقه نهائيه قبل لاكان. الطريقه النهائيه هي من بعد لاكان، لان المساحات الخضراء كيخص واحد شويه ديال الوقت وغلاف مالي اللي هو كبير. اخر سؤال، الناس ديال المرسى متى غتردوا من بلايصهم بانه تما كيتمشوا غير المنظر حتى كيديروا فله؟ الناس ديال المرسى الحديث راه جاري، العمل كاين مع السلطات المحليه. ما نقدرش نقول لك السلطات المحليه، هذاك راه حديث شائك، دوك الناس تما واحد شويه سبيسيو، دونك السلطات المحليه كيشوفوا معاهم، راه منهم عائلتنا وحبابنا وهذا وجيراننا ديال الانظل اللي دقيقه لكل المشاركين معنا. نبدا مع السي محمد مرابو، تفضل برجاله. اوكي برجاله. لابد فقط نتفاعل معه فيما يخص السي زكريا. هو فيما يخص المجتمع المدني، المجتمع المدني هو ايضا كيعكس ما يقع في المجتمع. كما عندنا السياسيين ماشي كلهم مزيانين، عندنا المجتمع المدني ماشي كلشي مزيان، عندنا الاطباء ماشي كلهم مزيانين. هذا هو المجتمع المدني. فيما يخص التظاهرات ديال كاس افريقيا اللي كتستعد لها بلادنا عموما ومدينه اكادير على وجه الخصوص، فاكيد فاحنا مع كاس افريقيا كشباب. الدور ديالنا كفعاليه المجتمع المدني، اكيد كل واحد في الحي ديالو غادي يحاول ما امكن بانه يدير اللمسه ديالو. ربما كاس افريقيا ما في العمر ديالنا ما يمكنش، ربما نعيشوها احنا مره اخرى، ربما يعيشوها ولادنا ولا الاحفاد ديالنا. فبغينا كاس افريقيا تكون ناجحه، ويتم التسريع ديال البنيه التحتيه ان شاء الله، ماشي فقط من اجل الزوار ديال كاس افريقيا، بل ايضا من اجل السكن ديال اكادير. أميمة لسيكي، تفضلي. كنهضروا على كأس إفريقيا و لا كوب دو موند. بيان سور حنا كاملين nous sommes très excités لهاد العرس كما خلاها أستاذ زكريا، حيت كتعتبر حتى مسؤولية ديالك انت اون طونك مواطن باش تجي تعرف بالثقافة ديالك وبلا كولتور ديالك قدام لي زيترونجي. هذه من جهة. وكختام بيان سور طونك شابة غنبغي نقول بلي مزيان انهم ملي غيتاخدوا القرارات يكونوا الشباب تاعهم جزء من القرار، ما نقولش شي حاجة زعما او موان الاستشارة معاهم دي دياغنوستيك لبناء مغرب افضل. كاين واحد البيت يعجبني تيقول لك: وان حكمت الاقدار بخراب اكادير فان بناءها موكول بارادتنا وايماننا. ان شاء الله. شكرا سي محمد نمو، تفضل. لأديم الفرصة اليوم مناسبة أننا أيضا نفرحوا بالشباب ديالنا جا زاد في الكرة، وأننا نقولوا عندنا الشباب اليوم اللي كيعطي واحد الصورة إيجابية. احنا ما بغيناش نقولوا بأن المغرب صورة سوداء، كاين منجزات، كاين حكومات اشتغلت، حتى الحكومة اشتغلت ودارت عمل،
ولكن باقي ليها بزاف ديال الامور يجب التدارك ديالها. المجلس الجماعي ايضا حنا لا ننكر كاين عمل، كاين اداء، كاين مدينه كتغير كتحرك، ولكن بغينا باقي بزاف. هذا هو طموح الشباب. حنا فاش كنناقشوا ويسمعوا المشاهدين هذه الحده ديال النقاش الا لصالح المدينه ديال اكادير. اشكرك سي محمد. الكلمه لك سي زكريا، ختم لنا هذه الجلسه. شكرا سي أجيب، شكرا محمد أميمة ومحمد، وشكرا للشباب المغربي. أنا كنشكر جنزاد اللي خرجوا للشارع واللي تاحوا لنا الفرصة أننا نعاودوا نحركوا واحد شوية المسائل. راه كما كان الحال إن الذكرى تنفع المؤمنين. مزيان هذا التشالنج، وكنضم الصوت ديالي للصوت ديال السي محمد أننا واخا النقاش أنا بالعكس كيعجبني لو ديبا والأفكار. أنا حيت هكا كتخرج نتيجة زوينة. عندي واحد الطلب باش ما نطولش، وكنطلب من الشباب انهم يدخلوا العمل الجمعوي والعمل السياسي بجديه. هذا متطلب ديالي. انا دابا انا حياتي كامله كنقول ما عمرني ما غندير السياسه، وحتى في هذه الدوره هذه فاش دخلت غير بزز الصراحه. ودابا راه كنقول واش غادي نكمل ولا ما غاديش نكمل، لانه صعب جدا جدا جدا. ولكن الا جا الله تضافروا الجهود ديال الشباب ودخلوا شباب اكثر، راه غادي نقدروا نجمعوا راسنا واحد شويه سوسيغي لي كود باش نتحاموا على هذا الخير هذا. جميع الاطياف، انا ما كنقولش دخلوا للحزب ديالي، دخلوا لجميع الاحزاب، كل واحد الحزب اللي بان ليه، ولا ديروا حزب جديد ولا. ولكن العمل راه كيكون من داخل المؤسسات. واخر حاجه اللي غنقول هو راه الا جاب الله ما دار الشباب هذا الشيء وما دخلناش للعمل السياسي، راه غادي يجي واحد اخر اللي غادي يهضر بسميتكم وغادي يدير اللي بان ليه هو. اذا الله يخليكم تحملوا المسؤوليه ديالكم، ماشي فرض عين فرض كفايه، ولكن نتمنى ان الاغلبيه اللي تيقول يمشيو يصوتوا. عافاكم تقيدوا في اللوائح الانتخابيه وصوتوا على ما بغيتوا، ولكن صوتوا. كاين اللي تيقول عندكم الزهر اوطون كوم مجلس بلدي انه رئيس المجلس البلدي هو رئيس الحكومه. كتعتبر هذه يعني افونتاج ولا كتب على الله حرام معلوم سي ان افونتاج بيان سور. انا كون نقدر نصوت غنبغي ديما رئيس المجلس ديالي يكون هو رئيس الحكومه. واخا راه كيبان لي من ناحيه ديمقراطيه وهذا واحد النهار خص القانون يتبدل باش المجلس البلدي يتكونسونطري على المسائل ديالو والحكومه على مسائلها. ولكن كمواطن وكمنتخب انا ما كرهتش ديما الرئيس ديالي يكون هو رئيس الحكومه، لانه غيقربني من قوه زعما. شكرا سي محمد ناموس، شكرا أميمة، شكرا سي محمد، شكرا لكم جميعا. نلتقي في حلقة أخرى، إلى اللقاء.